عنها يا اختي، وقمت عامله خناقه لرب السما وقلب الدنيا وواقفه على الطلاق. ليه يا اختي؟ يعني انا لو مش ست عاقله وست رزينه البيت ده ما كانش عمر، وكان زمانه اتخرب من زمان، وكنت زماني طلبت الطلاق من زمان. ازاي يعني؟ مش فاهمه. الراجل بقى وعيوب الراجل وحاجات الواحد ما بيحبش يتكلم فيها، والراجل ومراته انت عارفه في بينهم اسرار كتير. انا كنت متاكده مع اني كنت شاكه. بتقولي حاجه يا حبيبتي؟ لا 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 يا حبيبتي، ما فيش حاجه. اكيد العيب فيا، انا اللي بكتي مايل طول عمره منك الا يا منير. بتقولي حاجه يا اختي؟ لا يا حبيبتي خالص. وبعدين بقى؟ ولا قبليني، انا كنت عايزه منك خدمه. قولي يا حبيبتي. هي اللي زي رحمه دي يعني مدخلها ايه؟ مدخلها؟ مش فاهمه. يعني ازاي اعرفها واحطها تحت باطي واحط عيني عليها وراقبها صح؟ عايزه تصاحبيها يعني تبقوا حبايب. برافو عليكي. نبقى حبايب ازاي؟ شوفي يا ستي، رحمه دي من وهي صغيره وهي عشقها كله السياسه. يعني كان نفسها كده تبقى شخصيه سياسيه معروفه، تبقى مثلا رئيسه حزب. يعني باختصار لو انت عايزاها تحبك وتبقوا صحاب، عليكي وعلى السياسه، كلميها في السياسه تبقي روحها. سياسه؟ انا ماليش في السياسه خالص، ده انا عمري ما قريت الجورنال. قبل ما نختم حلقتنا النهارده نفهم من كده ان اي حد عنده مشكله عاطفيه او انسانيه ليها عندك حل. طبعا وباذن الله. طب بالنسبه للحالات اللي بعتت لنا النهارده على الايميل، اللي عايز حبيبته تهتم بيه اكتر واللي مراته نكديه على طول، كل اللي بعتوا لنا النهارده تقترحي ممكن يعملوا ايه؟ كل اللي عليهم انهم يجيبوا قطر من اللي بيحبوه ويتواصلوا معايا، بس مش اي قطر، لازم تكون حاجه من ملابسه الداخليه. يا خبر، اشمعنى؟ لا بقى، ده سر المهنه، وانا هعمل لهم على القطر مشروب مفعوله 24 ساعه بس، وبعد كده هيرجع الشخص لحالته الطبيعيه. ماشي يا اكمل. ايه اللي انت هتعمليه ده؟ انت مجنونه؟ انت مش قلتي خلاص انك مش عايزاه؟ لا، انت بتحبيه، انت عايزه بس بتكبري. وبعدين انت لازم تخليه يجري وراكي، يحفى وراكي، لازم الكل يشوفه وهو بيتذلل ليكي. سبحان الله، الست اللي في التلفزيون دي هتجنن، تقول كلام غريب قوي. ايوه 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 عمو حسين، أيوة. كويس ان حضرتك هنا. الله يخليك يا حبيبتي. اصلي كنت محتاجه بصله. بصله؟ بعمل اكله كده يعني، واقفه على بصله بصراحه. عينيا. تطبخي ايه؟ بيض باميه. بيض؟ مفاجاه. طب اوكي يا حبيبتي، هسوي. هو اكمل هنا؟ لا، اكمل مش هنا. عايزاه في حاجه ولا ايه؟ لا خالص. طب طنط رحمه هنا؟ ولا هي هنا، الحمد لله. طبعا الحمد لله. طيب ماشي خلاص. بصله واحده؟ ها؟ بصله واحده. اهو يا ستي، بصلتين مره واحده. انا عارف ان البيض بياخد بصل كتير. اتفضلي. بس ده خلي بالك بيتقشر، ها؟ وبعدين يتخرط. ايه ده؟ دي فوطه المطبخ. نستيها بايدك. كانت سخنه. يلا شد حيلك. السلام عليكم. عايزين نشم ريحه الحلوه. شكرا. سلمي على بابا. الله يسلمك. باي يا حبيبي. باي. فوطة مطبخ. أنا شفت الفوطة دي فين قبل كده؟ يلا.
بلابل. هرهر حبيبي، بقولك ايه، شكلك تعبانه كده ومحتاجه انك تنامي. خالص انا كويسه جدا. ازاي كويسه جدا ازاي؟ ياه، ده انت وشك اصفر قوي، محتاجه انك تنامي، شكلك تعبان. بقول لك مش تعبانه، انا كويسه، مش حاسه ان انا تعبانه. طب الحمد لله يا حبيبتي انك كويسه. طب انت مش عايزه تنامي؟ الله، هو انت هتحس اكتر مني يا منير؟ بس انا حاسس بقى ان شكلك كده عايزه تنامي. الله، قلت لك مش عايزه انام. الله، هو انت هتحس بيها اكتر من نفسها ولا ايه؟ ايه مالك في ايه؟ بزحلقها. لا والله. وحياة حبنا. وحياة حبنا؟ هو انت افتكرته اخيرا؟ لا برافو، لا مش مصدقه، مصدومه. هيرو روسيني عشان عمه بيقول لي وحياة حبنا. وبعدين انت ما بتسمعيش كلام عمه ليه؟ عمي؟ هو مين ده اللي عمي؟ الله، فيها ستات، ما تحترموا نفسكم بقى. انتي بتتكسفي يا حبيبتي. هي كده التفاحة لما بتدبل وتدلدل وتيجي تقع على الأرض عشان تدوسها الأقدام بتخجل كده زيك بالظبط. احترمي نفسك بقى، الملافظ سعد. تدبل ايه؟ ولعلمك بقى التفاحة على الشجر قبل ما تدبل بنقطفها ونعملها فروت سلطات. ده لو حد افتكرها وقطفها، ساعات بتتنسي على الشجرة لغاية ما تتقل على الغصن فيطولها العفن فتقع على الأرض تدوسها الأقدام برضه. ماشي حبيبتي، اسمعي كلام عمو وروحي نامي يا هيرو. طيب هاتوا ده. هرهر حبيبي، اوعى تنام، جاي لك هوا، جاي لك طياره. اشربها له ازاي دي بس؟ ايه يا بنتي في ايه؟ انت بتكلمي نفسك ولا ايه؟ لا خالص يا ماما. بقول لك ايه، ما تيجي نزور طنط رحمه؟ طنط رحمه؟ ونزورها؟ انت مش كنتش واخده موقف؟ ما هو اصلا انا قررت ان انا اكسر الحاله اللي حاصله دي بصراحه يا ماما، وبعدين فكرت في الموقف اللي انا كنت واخداه، حسيت انه غلط قوي فقلت اصلحه. برافو عليكي، اخيرا بقيتي تفكري صح. برافو. منير، يلا يا منير عشان خارجين. لا انا مش قادر اتحرك، انا تعبان وعاوز انام. انا قلت من الاول الموضوع فيه خدعه، الموضوع مش بسيط. منير ده برافو عليكي. لازم نروح نزور رحمه ونكسر حاجز التوتر، وانا عايزه العب معاها سياسه جديده. ايه هي؟ ساعديني فيها، احكي لك في السكه. يلا بينا. يلا بينا. يا ساتر، قومي يا نهار اسود، قومي قومي. مباحث ايه يا منير؟ حرام عليك، سيبني انام الله يجازيك. تنامي ايه؟ نامت عليك حيطه. انت ايه اللي جابك جنبي على السرير؟ يا راجل اختشي، ده انا مراتك. مراتي ايه؟ انا مش فاهم حاجه، ازاي ده حصل؟ حصل اسود ومنيل، ما حصلش حاجه يا اخويا، زي كل مره ما حصلش حاجه كالعاده. يا نهار اسود، يا نهار اسود، هي الساعه كام دلوقتي؟ يا نهار اسود. هدى قومي، هدى لو جت وشافتنا نايمين جنب بعض هتذبحنا. يا اخويا ما تقلقش قوي كده، شفتها هي وجميله نازلين من بدري. من بدري؟ يا نهار اسود، وشافونا واحنا الاتنين نايمين جنب بعض على السرير. شافونا ايه؟ دول راجعين وش الفجر امبارح من عند خالتي رحمه. وش الفجر؟ ايوه، وكان شكلهم كده مش في وعيهم، تحس ان هم شاربين حاجه. يا نهار مقلقس، كل ده حصل؟ ايوه، وتحس كده ان هم وهم خارجين كده شكلهم غريب، لابسين محزق وملزق ومخزق، وخدوا بعضهم وطلعوا على الشركه. كل ده وانا نايم مش داري. بقول لك ايه، ما تفكرنيش بليله امبارح.
وايه اللي حصل ليله امبارح؟ اللي حصل ليله امبارح مش كنت قاعد يا اخويا رومانسي وجميل وناعم وبتفرجني على فيلم حبيبي دائما، وقومي يا حبيبتي اعملي لي النسكافيه عشان اسهل لك وانت ما عملتيش النسكافيه ليه؟ ما عملتش النسكافيه ليه؟ ما انا قمت يا اخويا هزيت طولي عشان اعمل لك النسكافيه، رجعت لقيتك مغير فيلم حبيبي دائما وجايب فيلم الحفيد ونايم بتشخر في 7 نومه. ما هو عشان انت اللي اتاخرت في عمايل النسكافيه فانا نمت، يبقى انت السبب. شفت بقى، انت السبب في اللي حصل. انا السبب يا منير؟ ايوه انت السبب. بقول لك ايه، انا هقوم اروح الشغل. انا عملت كده. كنت زي القمر والله يا مدام، كنت لابسه فستان بترتر كده وايه مدور من عند الصدر وايه. اخرسي اخرسي خالص، مش عايزه اسمع ولا كلمه. ولا مدام هدى بقى. هدى مين؟ مدام هدى مام الجميله، كانت برضو زي القمر وعملت شو انتوا الاتنين ايه يا اختي عليه. يا اختي في عينك، امشي اخرجي بره، مش عايزه اشوف خلقتك هنا. قليله الادب انت، قليله الادب. الواحد مش حاسس بنفسه، مش حاسس بنفسه خالص صراحه. نمت كده، نمت بهدوء زي ما انت شايف. انا شايفه فعلا. وشفت انت بقى ان الناس دي مش عايزه تجيبها البر معانا؟ ايه بس اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انا بقى متاكده ان اللي حصل لنا امبارح ده كان مقلب منهم، وهم اللي حاطين لنا المنوم في جوه العصير. منوم ايه؟ انت بتصدقي كلام المنوم ده؟ مفيش حاجه اسمها منوم في العصير يا رحمه الله. بس برضه كل شيء جايز. انا بقول لك فيه وحطوا لنا المنوم، بس عايزه اقول لك حاجه بقى، ان انا لا يمكن ان انا اعدي المقلب ده ابدا على خير، بالذات بقى مع جميله بنت هدى. ما تظلميش حد، ما تظلميش حد. انا ما بظلمش حد، انا ما بظلمش حد، ولما اقول لك ان انا متاكده يبقى انا متاكده، وانت لازم تصدق ان انا متاكده. مصدق مصدق مصدق. نامي نامي نامي. بسم الله ما شاء الله، ايه الجمال ده يا مدام فيفي؟ يا بنتي خيلتيني يا جميله، يا جميله انت زي القمر. بالك انت انا لو عندي الماتيريال اللي عندك ده اقسم بالله كانوا جابوني كل يوم من شارع شكل ببيكيني لون. منك لله يا منير. بقول لك ايه، انا خلاص مش عايزه اتجوز. انجزي الحق يا جميله، الجواز ده اكبر مقلب الواحده فينا ممكن تقع فيه، عشان كده بقى لازم تتاكدي من الراجل اللي هتاخديه الاول. طبعا لازم اتاكد من اخلاقه. ايه اخلاقه؟ اخلاق ايه يا بنتي؟ الاخلاق دي اخر حاجه تفكري فيها اصلا. انت ايه اللي بتقوليه ده؟ انا اللي اعرفه ان لازم البنت تتاكد من اخلاق اللي هتتجوزه، لازم يكون محترم، لازم يكون مؤدب. يا ماما اخلاق ايه؟ الراجل من دول لازم يبقى قليل الادب يا جميله، ويا سلام بقى لو سافل، بتنفع قوي بعد الجواز. انت ازاي بتقولي كده؟ يا بنتي الواحدة مننا لازم تنقي الراجل اللي خاربها قبل الجواز ومقطع السمكة وديلها، عشان لما تتجوزوا تحس ان هي اللي انتصرت على كل الستات دي وخدته ليها لوحدها. اسأليني انا يا جميلة. اسألك ايه بس؟ اسألك ايه بس؟ انا ما عنديش الكلام ده خالص. انا اللي اتجوزه لازم يكون ليا انا لوحدي، لا في قبلي ولا في بعدي. والله بتفكرني بنفسي، انا كنت هبلة زي كده لحد ما لبست. يعني ايه؟ يا حبيبتي اسمعي مني بس عشان ما تخيبيش خيبتي وتقعدي القعده الطين اللي انا قاعداها دي. ده انا هيروشيما بجلاله قدري، وقعت في الفخ ولا حد يسمع عليا. بقول لك ايه، ما تتكلمي على طول عشان مش فاهمه منك اي حاجه. يا حبيبتي الراجل اللي هتتجوزيه لازم تبقي ضمناه بالبلدي كده يا جميله، لازم يبقى معاكي شهاده الضمان بتاعته وما تقلش عن 5 سنين، زيه زي التلاجه بالظبط. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده يا هيرو؟ يا جميله يا حبيبتي، هو انت لما بتروحي تشتري تلاجه بيدوكي معاها ضمان ليه؟ علشان لو طلعت بايظه رجعها. شطوره. اهو الرجاله بقى في الجواز زيهم زي التلاجات بالظبط، لازم تبقي معاكي شهاده الضمان بتاعته عشان لو طلع فيه تشيفو يرجع المخازن عند امه تاني. بيبان على فكره، بيبان. وشرفك يا طهره بكتافك دي وحياتك انتي كلها مظاهر من بره، بس الراجل من دول يبقى طول بعرض هلف ويطلع في الاخر هوا 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 ملا قلبي وملا عيني هوا. الله الله، ايه الجمال ده؟ ايه الحق؟ انتي ما بتصدقي على طول رايحه. ريحتي كده، ريحتي وحشه. اوكي طب بقولك ايه، السؤال كده بيني وبينك بس تقولي الحقيقه. انتي بنت خالة اكمل وتعرفيه من زمان، ما حاولش في مره يعني يقرب منك؟
وحياتك انتي ولا تف في وشي كده ولا بصلي بصة اشمئزاز في الصالة وانا معدية، لدرجة ان انا افتكرت هو كمان هوا 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 ملأ. خلاص يا هيرو نركز. برميليني عشان بروح والله. طب لما كان في الجامعة أكيد كان عنده زمايله بنات وكده، ما كانش فيه تليفونات، علاقات، لفلفة. بصي الكدب خيبة جميلة. هي رحمة كانت دايما تقول ان اكمل ده عامل كده زي الفراخ البودرة بالظبط، زي الاطفال بريء ملوش في اي حاجة. يا لهوي، طب والعمل؟ عارفة يا جميلة، انا فقدت الثقة في كل الرجالة منك لله يا منير. أنا مش عارفة أنت كل شوية تدعي على بابا ليه؟ في حاجة تانية مطلوبة مني؟ غسلت الغسيل كله. غسلته كله وحطيت الألوان في حتة والأبيضات في حتة. والمواعين غسلتها ورصيتها. غسلتها بس بلعت المطبخ مسدودة ولازم نجيب السباك. يبقى اعملها انت يا اخويا. قولي والسراير ظبطتها؟ ظبطتها وشديت الملايات قوي من ناحية الرجلين. وخيطت الشرابات؟ أيوة خيطت الشرابات. فصصت التوم؟ اتنيلت فصاص التوم، ما هو التوم ده هو اللي نفخك النفخة السودة دي. انت بتزعلي يا منير؟ خلاص مفيش جبنة رومي النهارده على العشاء، اتفضل خش اغسل سنانك واغسل رجلك واتفضل خش نام. حاضر حاضر، ربنا ينتقم منك. لا، الموضوع محتاج اختبارات واختبارات شديدة قوي كمان. انت لازم تعملي ال3 اختبارات الأساسية، اعتبريهم اختبارات هيئة. اللي هما ايه ال3 اختبارات دول؟ أول اختبار اختبار الطاقة، تاني اختبار اختبار الغيرة، تالت اختبار اختبار الحب، رابع اختبار ده اختبار الحمل وده بيجي بعد الجواز مش دلوقتي. كاكا؟ هو ايه اختبار الكاكا ده يا هيرو؟ كاكا تصدقي نفسي فيها، هقول لمنير يجيبها لي بكره وهو جاي. كاكة ايه؟ كاكة ايه؟ انا بقول اختبار الطاقة، وده بقى يا حبيبتي اهميته انك ما تقعديش القعدة الطين اللي انا قاعداها دي ويطلع لك حب شبابة جميلة. طب واختبار الغيرة؟ اختبار الغيرة ده عشان تعرفي بيحبك ويخاف عليكي قد ايه. واختبار الحب ده لايه بقى؟ اختبار الحب ده عشان تعرفي هيستحملك لحد امتى، وهيفضل مستحملك كده ومكمل معاكي لحد فين. انت عندك حق. حاضر يلا بتخبط. حاضر 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 تر حاضر تر خلاص. جات لك كوكي يا استاذ. بس انا مش طالب كوكي والله. الله يخرب بيتك يا كمالي، انت عرفت البيت منين؟ انا بعرف اي حاجه. تعرف اي حاجه؟ طب جايه ليه؟ جايه ليه يا كمالي؟ صحيح اللي انا سمعته ده؟ اللي انت سمعتي ايه؟ صحيح ان ماما جوه عندي هنا في البيت؟ صحيح؟ عارفه؟ عادي عادي جدا. عادي ايه؟ سؤال واحد، صحيح اللي انا عرفته ده؟ اللي هو ايه اللي انت عرفتيه؟ هقول لك اللي استني انا رايحه فين؟ رايحه فين؟ انت بتزقني؟ انا اسف مش قصدي مش اوعى. قصدي. كملي ليه؟ كملي ليه؟ كملي رايحه فين؟ رايحه فين؟ هقول لك دلوقتي رايحه فين. هتروحي فين انت بقى؟ هفهمك. اوعى سيب ايدي. سيب ايدي. سيب ايدي. سيب ايدي؟ انت هتعملي لي الكليب. سيب ايدي ايه؟ ايه اللي سيب ايدي؟ اوعى بس كده. هو انا جيت جنبك يا ستي بس خلاص. اوعى لازم اسمع مامتك واعرف. تعالي تعالي. ما بقاش انا كاميليا اللي فضحتك. وتفضحيني ليه؟ عشان انت مفضوحه يا مفضوحه هتفضحيني؟ انا تستغفر لي شهر وبحبك وعايزه اتجوزك وبموت فيكي وفي الاخر تطلع مرتب على جوازه؟ كنت سكران يا كاميليا، سكران يعني معمي مش شايف بقول ايه لمين. يعني انا لو حنت الموقف عمري ما اقول لك الكلام ده يا كاميليا. عشان خاطر كاميليا امشي دلوقتي وحياة امك. وبعدين انا اتصلت بهالة وعرفت منها كل حاجه واتاكدت انك هتتجوز. الله يخرب بيتك يا هلا. ست اتجوز ايه وانا بتاع جواز؟ انا بتاع جواز يا كيمو. كيمو انا كموله بتاع الصياعه والليل. فاكره؟ لا مش فاكره. مش فاكره. طب عشان خاطري طب كمان امشي دلوقتي وهجيلك. هتجيلي فين؟ هجيلك على الكباريه يا كيمو. انا ست الكباريه. هجيلك على الشقه كوكو. انا ست الشقه. طب اجيلك فين يا كيمو؟ بص بقى انا هقعد هنا لحد الصبح. تقعدي فين لحد الصبح؟ هنا. اوضتك حلوه يا اكمل. انت امك يا كيمو. ابوس ايدك. لا ما ابوس ايدي. لا ما ابوس ايه؟ ما ابوس ايه؟ ده انت تحت السن يا كلبه. خلاص بقى يا اكمل هبات هنا وامشي بكره. ما ينفعش وحياة امك الله يخرب بيتك. انت بتنجرز. شوف مين وانا. شوف مين ايه؟ اسكتي خالص. اختفي يا موحد. والنبي كيمو اموتها. لا لا والنبي لا تسكتي. حاضر امك. حاضر يا رب.
ايوه. لا. ايه ده يا اكمل؟ ايه يا جميله اللي جابك دلوقتي يا جميله؟ مش هينفع يا جميله، اصل احنا عندنا الباب معلق، فتحناه كتير قوي النهارده. طب وسع يا اكمل كده، عايزه ادخل. مش هينفع مش هينفع، بصي افتحي كده اهو. مش في معلق الباب. يوه يا جميله بقى استني بقى. اكمل وسع كده يا جميله. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ايه ده؟ وحشه. وحشة ايه؟ ده انا اللي وحشة. وحشة يا جميل، وحشة ومعفنة كمان، وقلت لك 100 مرة اللبس ده مش مناسب ليك يا جميلة، البسي بنطلونات، قلت لك 100 مرة البسي بنطلونات. طب مش هتقولي اقعدي؟ لا مش هقول لك اقعدي، ومالك تتكلمي بالطريقة دي ليه؟ في ايه يا جميلة؟ انت ايه؟ بتتفرجي على ايه قبل ما تجيلي؟ متفرجة على فيلم صراع في النيل. وعايزة يبقى الصراع في الشقة؟ لا يا جميلة، مش انا يا جميلة. طيب قولي، اللبس اللي انا لابساه ده مش بيفكرك بحد؟ لا بينسيني اللي انا فاكره، مش فاكر اي حاجة يا جميلة. ركز كده بس يا اكمل، مش شبه مدام هند؟ هند مين؟ هند رستم. يا اخي رستم، مين اللي هند رستم دي؟ انت هند رستم؟ منين هتيجي ايه في الاستاذه هند؟ ده انت ما حصلتيش كتفها، انت فكرتيني بالاستاذ ستيفان رستم، زكي رستم، الحاجات دي فوق يا جميله بقى، ازعلي وامشي يلا. يعني ايه؟ يعني انا شكلي وحش؟ ايوه وحش قوي يا جميله، ومعفنه جدا جدا جدا، وتاتك القرف، وكل الكلام ده يدل على ان انا مش طايقك، فانت تمشي، ازعلي قولي لي كده يا اكمل وامشي بقى يا جميله. طب مش ماشيه، ها وديني قعدت يا جميله. طيب ممكن معلش يعني ممكن ثانيه واحده عشان انا سايب الحمام لوحده. مين كان بيخبط؟ دي البنت اللي ساكنه في وشنا. انت مالك يا كاميليا يا بارده يا تنحى، بتتدخلي ليه انت؟ بخرب بيتك. قلت مين كان بيخبط؟ دي مدام هند. هند مين؟ هند رستم. والنبي، وهند رستم بتيجي عندك هنا؟ الله يرحمها هتيجي عندي هنا؟ انت عبيطه يا كاميليا، والله عبيطه. دي مدام هند رستم مرات البواب. ايوه هي هند رستم البواب، ده اللقب زي مدام نبيله عبيد، ده جوزها مش ابوها. اكمل مين عندك بره؟ مفيش حد بره يا كاميليا، مفيش حد بره والنبي يا كاميليا. لا يبقى عندك واحده ست، انا عارفه ان انت بتستغفرني. بس بستغفلك ايه؟ بستغفلك قلت لك كنت سكران، مفيش وعي يا عم كده. مفيش معايا خالص، انا هتجوزك يا كاميليا وانا مش شايفك ولا عارف ان انت كاميليا، ولا لو كنت مركز عمري ما اقول كده كاميليا، عشان خاطري يا كاميليا. ايه دي خالص؟ انا مرفوزه دلوقتي. مرفوزه دلوقتي ليه يا كاميليا؟ والنبي يا كاميليا ما ينفعش الست اللي بره دي تعرف ان انت موجوده هنا. انت بتستعر مني؟ مش عايز تقولي انك بتحبني وعايز تتجوزني؟ اتجوز مين يا كاميليا؟ اتجوز مين انت؟ يا كاميليا مش هينفع اتجوزك، انا مش هتجوز حد، انا غير صالح للجواز. عشان خاطر الست اللي بره ما تعرفش ان انت هنا، وانا هعمل لك اللي انت عايزاه. اللي انا عايزاه؟ اللي انت عايزاه. طيب هتصالحني بايه؟ باني اخرجك بره الدنيا، يعني اعمل لك اي حاجه انت عايزاها. تسافرني بره؟ وهتسافري بره ليه؟ لو شافوك كده هيضربوكي بالجزمه بره يا جماعه. صوتي عالي اسكتي. خلاص تسافرني بره 10 ايام. 10 ايام؟ ماشي كمان. و20,000 جنيه غرامه عشان براحتي. براحتك يعني ايه؟ ماشي كمان، هعمل لك اللي انت نفسك فيه. خلاص يا بيبي خد راحتك ولا كاني موجوده. ابوس ايدك يا كمان، اللي بره دي تهمني قوي، عشان خاطري ها كلميش خالص ماشي؟ انزلي بسوى السرير. انزلي ايوه كده يا كماليا، زي ما انت كده، زي ما يا بنتي يا موتي بقى. بسوي السرير يا كماليا، سوي السرير يا كماليا. بنتك يا بنتي بسرعه امبر الصوت. ايوه يا هيرو، ما حصلش اي حاجه، ما بيحسش جبله. هو انت ما مشيتيش ليه؟ ما زهقتيش من القعده؟ كده برضو يا أكمولة يا خاين، بقى كل ده وما تسألش فيا؟ كل ده وما سألش فيكي ليه؟ ما لسه كنت معاكي قبل ما اخش الحمام يا جميل. ما
مالك كده مش على بعضك يا أكمولة؟ لا انا على بعض يا جمولة. خايف من ايه؟ ما تخافش. ما خافش ازاي يا جميلة؟ انت قاعدة قدامي وقاعدة تعملي. لازم اخاف، لازم اخاف طبعا. ايه الانوثة في اللي انت بتعمليه ده؟ ده تقليد اعمى. لا ده انت حالتك صعبة خالص. أنا ماشية. طب غوري استني هنا يا جميلة. يا جميلة ها طمنيني. امتياز طبعا. ملحق. يا نهار اسود، حتى اكمل طلع سكند هاند والعمل يا جميله. مش عارفه. لا الحكايه كده ما يتسكتش عليها. احنا لازم نكلم منظمه الصحه العالميه تشوف لها حل في الرجاله اللي ما بيتعاشروش دول. ابوكي جوه نايم بينهج وانا طلع لي حب شباب يا جميله، مش كده؟ والتاني ملحق. انا مش عارفه انت مالك ومال بابا. بقول لك ايه، الحاجات دي بتاعت كبار، سيبك انت دلوقتي. بصي سيبك من قصه الطاقه دي، اركنيها على جنب. مصانع الادويه ما سابتش حاجه الا لما حلتها. بصي احنا نتجه للخطه التانيه، الاختبار التاني. صح. ما هو حاجه بقى تشيل حاجه، مش معقوله كده هيسقط في كل الاختبارات. الغيره. ماما. هو انتي مش كنتي قلتي هتكلمي سمير؟ الله، ما انا كلمت سمير، وفي حد ما اهتمش بان انا كلمت سمير؟ هو انا بصراحه يا ماما يعني فكرت ولقيت ان انتي كان عندك حق. كان عندي حق في ايه؟ في ان احنا نخلي اكمل يعني يغير. لما نكلم مين؟ لما نكلم سمير. يا بنتي اسمعي كلام هدى. هدى ما بتقولش الا الصح. الراجل لو اتعود انك حاجه مضمونه في ايده هيسبلك ويرميكي ويدور على واحده تانية يلهس وراها. لازم تلوعيه، تجننيه، تشعوطيه، تحسسيه طول الوقت انك هتهفلتي منه، هتهربي منه، هتتجوزي غيره، وده اللي سمير هيعملهولك. صح يا ماما، عندك حق، وانا هعمل كل اللي انت هتقولي لي عليه. طب ما تكلمي سمير تاني. طب الو. ايوه يا سمير، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله انا كويسه. سمير ممكن تعدي عليا في المكتب النهارده؟ قولي له خالته بتسلم عليك. ماما بتسلم عليك. ماشي اوكي، مع السلامه. طب هسيبك انا بقى يا ماما. خلي بالك سمير غبي، فهميه كل حاجه وانتوا لسه على الاسانسير عشان ما يخش المكتب ويعكلك الدنيا. حاضر يا ماما. خلي بالك سمير ده غبي، بقولها للمره الثانيه. قولي له ان انت خطيبته مش مراته. حاضر. احسن يخش المكتب ويقول لك مخلفه منه 5 عيال. حاضر يا ماما. ويبوظ الموضوع اكتر ما هو صايص. حاضر يا ماما. ربنا يستر يا سمير، ده انا دخلتك 4 3 5 6 مواضيع قبل كده وبوظتهم لي برضه. البشرة الجافة، البشرة الجافة. بجد متشكرة قوي يا سمير انك جيت. يا بنتي انت خطفتيني، خليتيني جيت لك جري فجأة كده. بص، هو انا مش عايزاك تستغرب قوي اللي انا هطلبه منك ده. لا عادي، انت بنت خالتي يعني، اطلبي اي حاجة وهعملها لك. ولا تحس ان انا بستغلك ولا حاجة. ولو بتستغليني يعني ايه المشكلة؟ سمير، انا بحب. حلو. وهو بيحبك؟ مش عارفة. ازاي مش عارفة يعني؟ اصله غامض كده ومش واضح بصراحة. يعني اوقات بحس انه بيكذب، اوقات بحس انه صادق. لعب يعني. حتى دي مش قادرة اتأكد منها. طب انا ايه المطلوب مني دلوقتي؟ عايزاك تعمل بتحبني. طب ما انا فعلا بحبك. مش بهزر يا سمير، مش بهزر. ولا انا بهزر والله، انت بنت خالتي يعني اكيد بحبك زي اختي مثلا. لا، انا عايزه اشوف لما يلاقي حد بيقرب مني وبيحبني هيعمل ايه. عايزاه يغير يعني. بالظبط، عايزاه يغير. عايزه اعرف هو لوح تلج كده وجامد ولا متنحرر كده وحرك. هو لخم قوي كده؟ مش عارفه. فيها جميله وكل حاجه، مش عارفه مفيش كده ابدا يعني. ما هو انا جايباك بقى عشان تساعدني ان انا اكتشف الموضوع ده. عايزه اعرف بيحبني ما بيحبنيش، بيغير عليا مش بيغير عليا. سهله وبسيطه. يعني انت مستعد؟ انا بتاعك من النهارده وملكك، من ايدك دي لايدك دي. متشكره قوي يا سمير بجد. يلا يا خير.
ايه يا هاله؟ ايه اتوفى عشان تاخدي بالك ان انا جيت؟ قلت لك احم واديتك فرصه، كحيتين اللي هو خدي بالك يا هاله صاحب الشركه جه ولا مهتمه. ليه؟ عشان مهتمه بشفايفك اكتر من الشركه. ارحمي شفايفك يا هاله، كفايه روج بقى، كفايه خلاص، لو انت فيما فيك كفايه. ولازم تفهمي يا هاله، انا مش فاتح شركه لادوات التجميل، شركه ديكورات. في حد سأل عليا؟ لا. برضه؟ كده يبقى في مشكله كبيره يا هاله. انا كل يوم محدش بيسأل عليا. باجي الشركه، اقعد في الشركه شويه، امشي من الشركه، وكل الناس تقول لي نورت الشركه، اتفضل الشركه، اروح في البيت بقى عملت ايه النهارده في الشركه؟ ولا اي حاجه. هاله الناس ما بتسالش عليا عشان انت ما بتساليش عليهم. اسالي يا هاله، قلت لك 100 مره دي صله رحم ما بين الشركات. المهم جميله سالت عليا؟ لا ما سألتش عليك ولا هتسأل عليك. جرى لها حاجه؟ لا اصلها بصراحة كده جت ومعاها موز. انا عمري ما شفت كده قبل كده. موز ايه؟ موز اخر حاجة. يعني ايه اخر حاجه؟ لا اكيد في بعده ان شاء الله. مصر ولاده يا هاله. وبعدين ازاي بقى؟ ازاي يخشوا شركتي بالسهوله دي؟ فين؟ في شركتي انا يا هاله؟ ودخلوا ازاي؟ ها؟ طبق لك 50 جنيه في ايدك وقال لك معلش دخليني شويه الشركه؟ انا عارف ان انت مش شايفه شغلك عشان مركزه في الاحمر وفي الالاينر وفي الحاجات الفاضيه اللي ملهاش معنى دي. بصي في المرايه يا حبيبتي، كملي يا حلوه. بصي بقى لو لونا من الجنب اليمين ده الله هتبقي تحفه قوي، تاخدي وشين كده. كلكم كذابات بتداروا ورا الكعب العالي والميك اب. انا اعرف شكلك على الحقيقه، شفتك مره وانت بتغسلي، شفتك. تعرفي هلا؟ مش هقول حاجه. هو انت من الشباب اللي بيتهزوا بسرعه؟ لا مش انا خالص الشاب اللي في خيالك، انا بتهزش. لا اتهزيت، واتهزيت بطريقه مستفزه جدا. صعبت عليا، كنت هضحك، ضحكت ضحكه صغيره بس. على فكره بقى، انا عملت الحركه دي في صحابي كلهم اللي في الجامعه ولعبت بيها ناس كتير. بيتهيألك على فكره. احترم نفسك وما تعمليش كده وكانك مش فاهم بيتكلم مين. احترم نفسك. ده انت العشم واخدك قوي. مين ده؟ بصلي هنا، انت بتكلم صاحب الشركه. عارف يعني ايه صاحب الشركه؟ انت مش عارف انت واقف فين وبكام، اوكي؟ والكلام مش معاك انت ولا معاكي انت. انا هتكلم في المطلق، اوكي؟ باشمهندسه جميله. نعم. انت بتتصرفي تصرفات غلط، اوكي؟ انا عايزك في كلمتين لو سمحتي. ايه؟ مش شايفني مش فاضية؟ ايه؟ مش فاضيه؟ بتقولي مش فاضيه لمين؟ للي مشغلك عنده؟ انت خدامه يا جميله، خدامه. دي خدامه عندي. خش يا حبيبي خش. هي مش قالت لك مش فاضيه؟ بترغي كتير ليه بقى؟ ما تحترم نفسك يا ولد. انت بتكلمني كده ليه؟ بقول لك الهيلمانه دي كلها بتاعتي، يعني اعمل اللي انا عايزه. انا ممكن اهزقها، انا ممكن اطردها، انا ممكن اهزقك، بس انا محترم، فانت تحترم نفسك. مين ده؟ ده سمير، صديق الطفولة. سمير وصديق الطفولة؟ وقدرت توفق بين الاتنين؟ قدرات بقى بعيد عنك. قدرات ايه بعيد عنك ايه؟ انا بكلمك في الجيم، بقول لك وزنك كام؟ انت تخرس هنا خالص، تقف خالص كده. وبعدين انا قلت كام مره يا باشمهندسه ممنوع منعا باتا اي حد يحضر الشركه من بره الشركه، وقلت 100 مره اي حد هيحضر من بره الشركه ههزقه، الا سمير طبعا، لان سمير جه خلاص، لكن لو جه تاني ههزقه بقى. ها؟ انا احترم نفسك عيب، خلاص انت ضيفي، انا موافق مفيش مشكله، بس لو سمحت انا عايزك في كلمتين في الشغل دلوقتي. اوكي، اذا كانوا في الشغل فاتفضل وانا جاي وراك. ورايا على طول، الف تيجي ورايا على طول. اوكي ماشي يا جميله. اوكي منور يا سمره. اوكي منور والله. اجيب لك حاجه حلوه بجد؟ والله الشركه فعلا فرحانه بوجودك. اتفضل اقلع دقنك بقى واقعد براحتك، يعني احنا خلاص بقينا اهل. اوكي ميرسي. اتفضل يا موز. الموزة دي انت ايه مالك؟ اسم الله عليك، في ايه؟ اتخضيت ولا ايه؟ ماشي يا جميل ماشي. طب اعمل جريمه دلوقتي واقتلها؟ لا اهدى يا اكمل خالص، اهدى وبعدين اقتلها. طب انا كده ما هديتش برضه. نعم. جرايه يا باشمهندسه، جايبه لي شباب الشركه؟
قدام الشباب. ده سمير. ايه الاسم ده؟ ولسه بيسموا سمير لحد دلوقتي؟ جايبه لي سمير الشركه؟ مين سمير ده اساسا؟ ده سمير صديق الطفولة. يا خساره يا جميله، كنت فاكرك من البنات المحترمه اللي مالهمش طفوله. ليه ان شاء الله؟ اتولدت كبيرة وبعدين انت مالك؟ انا مالي ايه؟ ده اكبر منك. طفوله ايه؟ يعني انت كنت في اعداديه وهو كان في الجامعه؟ مالكش دعوة، انت تسأل بس وفي الشغل وخلاص، اوكي؟ ماشي، يبقى خلاص نخليها رسمي بقى يا جميله. انا هتعامل معاكي على اني صاحب شركه، حلو ده؟ اوكي. بنت جميله. بنت جميله؟ معلش صاحب شغل بقى ومش محترم. مع شركتي بقى وراس مالي، فانا امر واني عافي عليكي. اوكي؟ انت بقى خلصتي شغل صح؟ خلصت شغل. طيب اوكي، قاعده ليه بقى مع صديق الطفوله؟ كده كنت محتاجه جدا ان انا اقعد مع صديق الطفوله. في شركتي هنا. اوكي، ما انا فاتحها ذكريات هنا. كل موظف عايز يفتكر ذكرياته يجيب صديق الطفوله. لا يا جميله، فوقي يا جميله، دي شركه محترمه من ساعه ما فتحتها والشركه دي محترمه. فوق يا جميله كده. هو خش كملي قاعده مع صاحب الطفوله. خش. الحمد لله يا رب، الحمد لله. شكله هينجح في الاختبار ده ان شاء الله ان شاء الله. ماشي يا جميله، ماشي. هتروحي مني فين في الشركه؟ ماشي، ما هي مكاتب، كلها مكاتب، وهنتقابل في مكاتب، هنتقابل في المكتب. والله لا ارسم لك كاريكاتير قذر معفن. مش قادر ارسم. استفزتني جدا. هي ناقصه سياسه؟ مش ناقصه سياسه خالص، ولا حوادث خالص اساسا. انا عايز حظك النجوم. هو انت قابل بقى كده، انت جورنال بارد. احذر النساء من اولها كده. انت ايه، متابعني ولا ايه؟ فلا تجعل المرأة تأخذك إلى طريق مسدود. طب وليه تاخدني لطريق مسدود؟ ليه مسدود يا ولدي؟ ليه؟ هم كده يحبوا العطل والله. كمل يا عم العراف. حيث أنها تحاول دائما أن تثير فيك نزعة الغيرة. تثير لو جت بعد النزعة يبقى الغيرة مضاف. مش مفهومة دي، مش مفهومة. حتى تحطم أعصابك وتستفز قواك حتى تسيطر عليك سيطرة كاملة. صح والله، برافو عليك. كن دائما هادئا صلبا، لا تتحرك. ازاي يعني؟ امشي كده مثلا؟ لا، في كلام مش منطقي. لا تبدو أي رد فعل مهما كان الأمر أمامك، فهي تحاول أن تثير غيرتك ببعض الأفعال، ولكن يجب عليك أن تثبت لها أنك أقوى من كل المثيرات الخارجية حتى لا تتخذها نقطة ضعف عليك. فإذا كان إذا كان إيه؟ كل ده حظ اليوم؟ ده حظ في أسبوع. أنت عراف كذاب قوي، كل حاجة بقت كذب. بس بقى إيه؟ يعني أنا غلطان إني بقرا فيك؟ مفيش حد بيعمل أي حاجة كويسة في الشركة دي. حياة أمك يا جميلة أنا ما هسيبك. منورة الدنيا. أستاذ حسين؟ إيه أستاذ حسين؟ أنت خلاص، أنت بقيتي راغد وأنا سحس، وزيتنا في دقيقنا ودقيقنا في زيتنا كده، خلاص الحكاية يعني بقت تمام. الله، مش هنا. أنا مش هنا إزاي؟ أنا اعتبريني أنا المريض النفسي بتاعك، وأنت دكتورة نفسية، يعني أنت اللي بتعالجيني، وعشان تفكيني كده فكي. بس الكلام ده برضو مش هنا، في العيادة. العيادة؟ ما هو أصل الشازلونج برضه يعني لما بنروح مش مهم الشازلونج، يعني نشوف أي شازلونج كده نمدد عليه ونفك مع بعض. بس أنا رحمة بتثق فيا. طب ما هو برضه رحمة بتثق فيا أنا كمان. وبعدين هو أي حد يعرف واحدة على مراته مثلا أو كده، بتعرف عليها أو عايز يفك معاها كلمتين، يبقى في عدم ثقة ولا إيه؟ دي تبقى خيانة. خيانة إيه؟ هو أنت سارقة السشوار بتاعها؟ مفيش الكلام ده، إحنا مع بعضنا. بس أنا ما بحبش أعمل حاجة تأنب ضميري. وإيه اللي يخلي ضميرك ياخد فكرة عن الموضوع ده؟ يعني اعتبر الضمير مش موجود، احنا كلنا ضمايرنا احيانا بتبقى مش موجوده يا فندم والله. طب انا هحلها لك. حليها. احنا ممكن نتجوز. او ما امتى؟ دلوقتي حالا. فك
تفكريش عشان هنتجوز. خير البر عاجلا وحنا هادي وعد الله هادي. والله هادي، والله 3 بالله العظيم هادي. بجد يا سمير متشكره جدا ان انت جيت. لو احتجتيني في اي حاجه جميله انا موجود. ربنا يخليك نور. هستناك بالليل على العشاء يا بيبي. اكيد طبعا يا جميل. سلمي على بيبي وعلى عشاء ازمان. ويا ترى بقى هتعشي البيبي ايه؟ رضعة اطفال؟ دمك مش خفيف خالص على فكره. على فكره خفيف وعجباني. يا دي العسل اللي انت فيه ده. مش معقول. وبعدين هنتعشى وعشاء فاخر قوي كمان. فاخر؟ الله يرحم يا باشمهندسه، ده انا اللي لميتك من الشارع وعملتك بني ادمه، انا اللي بديها مرتب اللي واقفه قدامك دي. اسمع الصمت بقى. معلش ايه ده الولد ده؟ انا سعيد قوي ان انا شفتك النهارده طب تقول لها انا ممنون بقى ونهارك سعيد. انا حاسس ان انا شفت ده في فيلم ابيض واسود اسمه اشوفه رجلا. مفيش فيلم اسمه اشوفه رجلا. يعني في حد اسمه سمير؟ لا في حد اسمه اكمل. اكمل ده على فكره من الاحجار الكريمه والمرجان والليالي. ده قلم رصاص، ده قلم رصاص. ماشي يا جميله، ماشي تخليني اشرب قلم رصاص وكح كمان منه. ماشي. بتحاربيني نفسيا؟ بتحاربي اكمل نفسيا؟ لا يا جميله، لا افهم يا جميله، افهم انك انت بتتعاملي مع اكمل اللي ياما حارب بنات نفسيا ودمرهم نفسيا. لولو بقى ومش هقول لك انا الكلام ده. بس انا مستفزه وما باين علينا متغاص، يعني نجحت جميله، نجحت في انها تستفزني. ماشي. سكرتيرة هالة تجيلي فورا حالا بالا. حي ابو الفسد حالا. برافو. امال انا شغلتك ليه؟ برافو قوي يا هالة على السرعه التحفه دي. سرعه ايه؟ انت ازاي يا هالة بتيجي من مكتبك لحد هنا بالسرعه الفائقه دي؟ ده شغلي حضرتك. شغلك ايه يا كذابه؟ ولا انت بتتجسسي عليا؟ هتجسس عليك ليه وعلى ايه؟ صحيح. سكرتيرة هالة، هو الباشمهندسة جميلة في مكتبها؟ ولا في مكتبها؟ ولا انت ايه تديني اختيارات؟ ايوه انا مشغل عندي ايه؟ اهواجي ايه؟ ايوه ما تظبطي كده، اظبطي بدل ما اظبطك. قمر والله زي القمر. ميرسي يا سكرتيرة هلا. انا متشكر جدا وحاسك جدا في اللي انت بتقوليه، لكن ده مش معناه ان اللي في دماغك يحصل. ولو حصل مش هيحصل هنا في الشركه، لان ده مكان اكل عيش يا هلا. هو ايه ده اللي في دماغي ودماغك؟ انا مش قصدي عليك انت اصلا. امال قصدك على مين يا هلا؟ اللي عند انسه جميله. بقول لك ايه، هو يقرب لها ايه؟ مش عارف يا هلا، مش عارف يقرب لها ايه. ده عيل كبت وغلس جدا. بعدين انت مالك انت يا بارده يا اجنح منه واغلس منه؟ انت مالك بتخششك انت في الناس؟ انت هنا وظيفتك ايه؟ وظيفتك ايه يا حبيبتي؟ سكرتيرة هالة فقط. لا ما اقصدش يعني، اصل بصراحه كده طول بعرض بعضلات حاجه كده تفتح النفس. بس يعني قصدي انت احسن بكتير. صحيح. هيجي فيا ايه يعني؟ صحيح. وبعدين يعني يا هالة على فكره يعني الراجل مش بطوله وعرضه، يعني ان انتوا تفكيركم سطحي على فكره. بجد يا هالة انتوا تفكيركم سطحي، بتشوفوا الرجاله من بره قوي. خشوا جوه الراجل شوفوا فيه ايه، شوفوا الاحساس عند الراجل ده عامل ازاي والاحساس عند الراجل ده عامل ازاي. في ناس متبلده. وبعدين لو عضلات ماشي، عضلات بعضلات، يخش لي عضلات يا جميله. هالة يخش لي عضلات عادي على فكره يعني. وبعدين انا اصحابي كلهم بيقولوا عليا اكمل انت عضلاتك متقسمه قوي. على فكره انا خدت العضلات المتقسمه 4 مرات في الجامعه. انت مش واخده بالك عشان انا قاعد. هقف انا اوريكي. بصي. طبعا ما هو باين. لا على فكره القميص مداري. اكيد طبعا باين. لا لا طبعا. طب لا انت شوف عضلاتك. لا طبعا، ولا انا ولا انت. طب ما تشوف لنا حد يشوف عضلاته دلوقتي ولا نعمل ايه؟ انا واقف كده ليه طيب؟ معرفش اتشنكت فجأة. ايه ده؟
انت ازاي قاعده وصاحب الشركه واقف؟ قومي اقفي فين ضيوفي يا قومي اقفي. انا باين ان انا مهزوزه. ما تكلميش صاحب الشركه كده بالشكل ده. انا هقول لك الكلام تنفذيه. اوعي تنسي ان انت سكرتيره يا سكرتيره. يلا يا سكرتيره، يلا اطلعي بره يا سكرتيره. انا عارفه ان انا سكرتيره، هو انا كنت قلت لحضرتك ان انا صاحبه الشركه؟ امشي يا بنت بدل ما اديك على وشك يا كلبه. البنت بتتحداني الكلبه قليله الادب. انا شخصيتي بتتعز في الشركه. طفو عليك يا جميله. لو سأل عليا مستر أكمل أنا في الفيلا. اوكي. صباح الخير يا هاله. صباح الخير يا فندم. حد سأل عليا؟ لا خالص. طب اجمل وصل؟ موجود حضرتك جوه من بدري. طب متشكره قوي. لا عفوا. الله حسين حبيبي مالك؟ معكيش حاجه الحموضه بسرعه. حموضه ايه وماسك رجليك ليه؟ عندي شد حضري اتعملت رم في الحداد على الحموضه. طب اجيب لك دكتور يا حبيبي؟ بسرعه يا حبيبتي بسرعه. طب استنى هكلمه دلوقتي. لا تعالي في البيت نجيب الدكتور. لا بس انا لازم اكلم اكمل. اكمل في البيت برضه. تعالي اكمل هنا مش في البيت. لازم نروح بسرعه عشان ممكن اقع منك دلوقتي حالا. مين اللي قال 200؟ مين الظالم اللي قال 200؟ مش هنا. سمير بيجيب كام؟ سمير بيجيب كام ضغط؟ بيجيب 200 ازاي؟ بيجيب 200 ازاي؟ 1 2 ما بعدش مش عارف اجيب 3. 200 سمير بيجيب 200. 1 2 3 ايه؟ 3 ايه؟ 3 ايه؟ ابوكي اتجوز عليا يا جميله. معقول يا ماما يمكن بيقول كده وخلاص؟ لا مش خلاص، اتجوز فعلا. دي حاجه ما تستخباش على فكره، حاجه مش عيب. وعارفه اتجوز مين؟ هيروشيما. انا يتجوز عليا هذا الوزن يرضيكي؟ انا يعمل معايا كده؟ هيروشيما؟ لا والادهى ان هو اتجوز هيروشيما مش ناجازاكي. والادهى انه بقاله في الاوضه دلوقتي ساعتين 3 مش عايز يطلع. لا هو يا ماما يكون حصل له حاجه. يا رب يحصل له حاجه يا شيخه، يا رب يموت ويبقى ما بيشوفش ويتعمي، ويا رب يتكسح. يا ماما حرام عليك يا ماما. لا مش حرام، حرمت عليه عيشته. ليه ربنا انا غلطان ان انا اديت له الثقه. عارفه ياما كنت بسيب له شوله البصل بالساعات والساعات وانا واثقه فيه ان هو فعلا بيقشر بصل بالساعات من غير ما اراقبه. انا غلطان ما حطيتش كاميرات مراقبه في المطبخ، بالاخص المكان ده اللي بيقعد فيه تلتين وقته. ياما سبته يفصص توم، الله اعلم كان بيفصص ايه وما بيفصصش ايه، واحنا بناكل وخلاص، بناكل ما بنسالش. يا خساره الثقه اللي انا حطيتها فيه. صح، كاميرات مراقبه عشان تعرفي عنه كل حاجه. الست زي المركب لو ليها ريسين تغرق، لكن الراجل زي الميكروباص ما يطلعش الا لما يحمل. شوفي مين على الباب واتركيني لاحزاني، ما تفتحيش عليا بابي، سيبيني مع نفسي، سيبيني مع نفسي. في معادي بالظبط. طول عمرك مواعيدك مظبوطه. عامل ايه؟ كويس؟ الحمد لله تمام. كنت عايز اقول لك على حاجه. قول. ثانيه واحده. ده اكمل. ازيك يا جميله؟ ازيكم جميعا؟ انت هنا ليه انت؟ ليه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش تقولي عشان كنت اعمل حسابي ان عندكم ظروف؟ ازيك يا استنى كده. بهير شهير. استنى ما تقولش، لا قول كده. استنى. سمير يا حبيبي، سمير. يعني حاجه في الفيلم يعني في الفيلم نفسه. سمير اللي كان بيعمله احمد فهمي. نقدر نقول ازيك يا احمد فهمي؟ عامل ايه يا احمد فهمي؟ بجد فيلم كلب بلدي بجد تحفه جدا. فعلا كنت كلب بلدي
قوي. دمك خفيف ما شاء الله، دمه خفيف جدا، عسل. لا وبيتقل مع الوقت، يعني ممكن يبقى خفيف نسب يعني حسب الظروف. منور يا... اسمك كان ايه معلش؟ والله اسمي لسه ما اخترتوش، يعني بفكر ما بين السكر بزياده والحلويات. الواد ده اهو حلويات. حلو لايق عليك قوي الحلويات الواد ده اهو. تعالى يا سمير، عايزه اقول لك على حاجه. تعالى يا سمير عشان هتقول لك على حاجه. بس ازيك يا سمير؟ اتفضل يا سمير، اتفضل اتفضل يا سمير. لا بجد سمير ده فعلا يعني سمير جدا، بسم الله ما شاء الله. انت اخد بنج ولا دي عضلات حقيقيه؟ دي حاجات لما تكبر هبقول لك عليها. ايه ليه يعني؟ ليه؟ على فكره انا كبير وينفع افهم دلوقتي. ده جيم يا حبيبي، جيم. على فكره انا كنت شاكك انه جيم يا حبيبي، جيم، لان انا ليا في الجيم وكل صلاه الجيم اسال عليا. منور يا سمير، انا مبسوطه قوي 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 ان انت جيت. بجد يا جميله؟ طبعا. انت فرحانه عشان انا جيت؟ طبعا. هي اللي فرحانه، بتبص لي ليه؟ انا عمري ما هفرح في موقف مقرف زي ده. ايه القرف ده؟ فاكر يا سمير واحنا صغيرين؟ ها فاكر؟ احلى ذكريات كانت معاكي اصلا والله. طبعا. فاكر لما كنا بنلعب انا وانت استغمايه واستخبينا انا وانت في الدولاب؟ يا بنت ايام عمرها ما تتنسي اصلا. لا لازم تتنسي يا سمير، على فكره لازم تتنسي. يعني انتوا بتلعبوا في الدولاب، ايه الذكرى في كده؟ ذكرى رخيصه جدا على فكره. طب فاكر انا وانت لما كنا بنلعب عسكر وحراميه؟ ها فاكر لما استخبينا انا وانت تحت السرير؟ الايام دي مش قادر انساها، كل يوم بفتكرها والله. انا جيت النهارده. لا مش حلوه الذكريات دي. ايه اللي تلعبوا عسكر وحراميه تحت السرير؟ على فكره بقى انا كنت بلعب انا وصحباتي البنات كلهم عسكر وحراميه وفوق السرير. طب احنا مالنا؟ انت حد سالك يعني؟ لا معلش انا ما يعني بقى انا برضو بقول ذكرياتي، وبعدين انا عايز افهم بقى ذكرياتي اللي انتوا بتتكلموا عليها يعني ايه؟ انتوا شكلكم بتحوروا كده عليا. ذكريات تحت السرير دي فاكراها لما انا وانت كنا بنلعب تحت ورحت اديتني بالقلم على وشي؟ طبعا فاكره. اديتك بالقلم وفرحان يا سمير؟ لا ولد وبنت تحت السرير والبنت ضربته بالقلم، اكيد في حاجه. ما علينا ما علينا. اكيد عملت حاجه غلط. عملت شقي. انت عملت ايه؟ عملت ايه تحت السرير؟ عملت ايه؟ في ايه يا سمير؟ في ايه؟ على فكره بقى الذكريات اللي انت بتقولها دي مش ذكريات. يعني ايه ذكريات طفوله وبتلعبوا استغمايه؟ ما علينا ما تركزيش. ده فكرنا كنا هنطلع عيال صغيره، ما يعرفش ان احنا كنا في الجامعه. كنا في الجامعه يا ابني اساسا. والله العظيم بتلعبوا استغمايه في الجامعه؟ عادي جدا، وايه المشكله يعني؟ لا المشكله في الحرم الجامعي. ازاي تلعبوا في الحرم الجامعي؟ ده حرام اساسا. ايه الاستغمايه في كده يعني في الجامعه؟ انت عمال تحرق كتير قوي. مفيش هنا موسيقى او حاجه؟ طبعا في. تحب تسمع ايه؟ اي حاجه يا حبيبتي منك حلوه. شغلي لنا اي حاجه كده بدل. انا ممكن اقترح تيجي نسمع اغنيه في الدولاب تحت السرير انا وسمير. ما حدش طلب رايك خالص برضه على فكره. مش عارف، حاسس انها هتبقى حلوه قوي. لا خليها لنفسك اسمعها. شغلي لنا اي حاجه. يلا يلا يا سمير ارقص بقى يا معلم. على فكره كده بترقصوا رقص عشوائي جوه الدولاب تحت السرير. خليك في حالك بقى. خليك في حالك. ماشي. الفستان ده بقى جميله ايه؟ من ايام الطفوله برضو؟ رجلي قلبي في ايه بس؟ رجلي وجعني قوي يا سمير، مش قادره. ممكن توديني الاوضه؟ يا رب انا وانتي لا. يلا اسندني انتوا الاثنين في داهيه دي على فكره. الف سلام عليكي يا حبيبتي. الف سلام عليكي. ده مقوس يا جميله، مقوس. الف سلام عليكي يا بيبي. جميلة، أعتقد أنا قلت لك بدل المرة 1000 إن أنا بحبك، بس مش عارف بقى أنت مخك تخين، بتستغبي، في حاجة في مخك مش فاهمك والله. حيوان يا ابني أنت. حيوان؟ بقى أنا بقول لك بحبك تقولي لي حيوان؟ فيها جميلة مالك؟ ما تتحرك يا بني آدم. ما أنا اتحركت كتير جدا، ده أنا جسمي نمل من كتر التحريك يا جميلة، بس أنت ما فيش منك أمل. مش معقول، أنت إنسان بارد قوي على فكرة. ما تحترمي نفسك بقى يا جميلة. في إيه؟ أنا يا رب شكلي بحبه ولا إيه؟ بحبه. وانا بموت في امك اقسم بالله، بس مش فاهمك يا جميله، مش حاسه بيا خالص، مفيش خالص. في ايه يا سمير؟ في ايه يا جميله؟ في ايه انت؟ الاوبشن ده مش عندك بتاع الاحساس ده خالص؟ احساس مين فين؟ مين وفين؟ انت مش معايا اصلا. ما شاء الله. طيب يا جميله. طيب ماشي يا جميله. حلو قوي الكلام ده. ماشي يا جميله ماشي. على فكره دي حركات قديمه قوي وسخيفه سخوفه كمان، بس جابت نتيجه لان انا متغاظ جدا.
يا مستفزه يا مستفزه يا جميله. ماشي بتعملي كده عشان اجير عليكي وتوقعيني في الفخ. لا ده بعدك يا جميله، عشان تتحكمي فيا وتنفذي الكلام بتاع الجورنال الصبح. ده بعدك انت والعراف. ايه ده يا اكمل؟ ايه ده يا اكمل؟ خلاص ايه ده هتهدى ولا امشي؟ ما انت شايف بتستفزني ازاي؟ ولو يا اخي ولو. فين اكمل اللي كان بيخمس بالبنات كده في الجامعه؟ فين اللي كان بيتعامل مع الحريم بالسلانسيه؟ عندك حق، بس انا اعمل ايه؟ يبقى تسمعني بقى، اسمعني. خد نفس عميق وتركز. انا مش عارف اقول لك ايه. عيب، ده انت اكمل على اسمي. عايز حاجه عسل؟ لا انت خلاص كده سمير؟ اتوكل بقى. طيب خلاص، بجد الفترة اللي قضيتها معاك يعني بجد ممسوحة من تاريخ حياتي. بجد يعني فرصة سعيدة جدا، يا ريت ما تتكررش. اكيد مش هتتكرر، انا اتمنى ما تتكررش عشان لو اتكررت هيحصل رد فعل مش هيعجبك. ربنا يخليك، ميرسي جدا بجد، يعني فرصة ملهاش معنى خالص. تخيل ان انا مش بجامل، ده كره من القلب. نفس اللي في القلب والله. بجد والله العظيم. يلا خلاص بقى عشان انت بترغي كتير. خدت بالك؟ طب يلا سلام يا سكر. حلوه الدنيا سكر. لذيذه. طب ما تقعد شويه تضايقنا شويه. لا خلاص. قدامي هتخنق بس لحظتين. ربنا يخليك. يلا سلام. ميرسي جدا، سلام. سمج قوي، سمج. ماشي. بقى انت هتعمل فيا انا كده؟ انت جوز الاتنين. ماما ليه فاكر نفسك في الحضانه ماما وبابا؟ خير انسى الخير، انسى الراحه، طلعها من دماغك خلاص. انت من هنا ورايح اشغال شقه في الشقه. لا يا عينيا وانت الصادق، ده انت خلاص اتحكم عليك بالاعدام البطيء. بقى انت تتجوز عليا انا؟ بقى انت تضحك عليا انا؟ بقى انت تستغفلني انا؟ بقى انت تقرطصني انا؟ هيروشيما. ايه روح هيروشيما، عامل ايه؟ دبدبي فوق منه دبدبي. يلا حبيبتي اعملوا لك ستيكر على ايه ده؟ انتوا كلكم عليا ولا ايه؟ هيروشيما نطش عليه. ستيكر. القمر بره. قمر مين؟ سمير. قولي له يتفضل. كنت عايزه اسالك سؤال. اتفضلي. هو انتي مش كنتي بتقولي ان خلاص عايزه تتجوزي اكمل؟ انت عايزه توصلي لايه؟ يعني لو انتي مترجته اكمل خلاص سيبي لنا سمير ياخدي على جماله وشقاوته. شقاوته ايه؟ هو لحق يتشقى؟ ده لسه جاي. بقول لك ايه، انتي متاكده انه مش مخلط؟ مخلط ايه يا بنتي؟ هو كلب، ما تحسني ملفظك. كلب ده ايه؟ ده اسد، ده فهد، ده غزال شارد في الصحراء الغربيه. يا لهوي على جماله، ده اكيد في عرق امريكاني ولا فرنساوي ولا روماني، حاجه كده مضروبه في خلاط حلاوه. هو بصراحه الواد ما يتسابش، بس ده متجوز. ايه؟ منفصل هو ومراته بقى لهم سنتين ومستحيل يرجعوا لبعض. خرابي يا جميله، انتي بتعملي ايه بس؟ ما انتي بتحبي اكمل ده ما بتحبهوش. روحي حياتي، كل سنه وانت طيبه. ايه ده؟ تصدق ان نفسي كنت ناسيه. اقعد اتفضل. بس انا عمري ما نسيت. فكري كده هتلاقي ان كل سنه انا اول واحد بيقول لك كل سنه وانت طيبه. انا قلت اجيب لك الشاي بنفسي، تأمرني بحاجه تانية؟ لا ميرسي، ربنا يخليك. هاله اطلعي بره وما تدخليش حد علينا، وانا لما احتاج لك هندهلك. يا بختك، ليكي حق.
طب بالنسبه للشغل بالهنا والشفا. تسلمي لي، ربنا يخليك. بألف هنا. جرايه يا سكرتيره هاله، انت بتتمشي في الشركه ولا ايه؟ فاتح منتجع سياحي انا ومش عارفه تمشي كمان. ليه يا هاله؟ لان مش ده طولك الحقيقي. انا شايف الكعب، شايفه من تحت البنطلون. ها؟ كعب كوبايه ووحش جدا مش لاقي عليكي. قلت لك يا هاله لازم تركزي في الكنتره. مالها الكنتره؟ اي سكرتيره ناجحه تستخدم كنتره، كاوتش، كونفرسيه، الحاجات دي. المهم ايه ده؟ انت رايحه ماتش الاتحاد؟ كير 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 كير. ايه ما تكلميش صاحب الشركه كده. ايه ده؟ سكرتيره جميله جوه؟ باش مهندسه جميله حضرتك. باش مهندسه بالنسبه لك انت. انتوا كلكم سكرتيرات عندي انا هنا، انا ما بفرقش ما بين موظفين. المهم انها جوه وخلصنا. بس حضرتك ثانيه واحده بس بعد اذنك. ايه الجرأه دي؟ انت مبرشمه بنت؟ مبرشمه تمسك صاحب الشركه بالشكل ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ لا مفيش، هي جوه بس قالت لي مش عايزه اي حد يدخل لها. اي حد؟ صاحب الشركه بقى اي حد؟ سامحها يا رب، مش فاهمه حاجه. دي فيها رفض، دي فيها رفض يا سكرتيره هاله. معاها مين يعني؟ اصل بصراحه كده عندها ضيف وده حقها. عندها ضيف وده حقها؟ دي جمله كامله مش فاهمها. عندها ضيف جوه وانت شايفه ان ده حقها، ده رد فعلك انت. اوكي. ويا ترى مين اللي عندها هاله؟ سمير. سمير؟ نفس السمير؟ هي ليه مصرة على السمير ده يا هاله؟ طب اعمل ايه؟ اخش اجيبها من شعرها من جوه؟ اجرجرها؟ اعمل فضيحه في المكتب اللي هو شركتي انا؟ طب اعمل ايه؟ اخش اقوم جاي مديله واحده كده في وشه على طول؟ هيقولوا عليا مجنون. اخش انا بقى في مكتبي واقعد عادي وهم ياخدوا قعدتهم ويطلعوا، ابقى انا بقى صاحب شركه اللي هم اصحاب الشركات دول. لا يا هاله، لا يا هاله مش عارفه اتصرف. طب اعمل ايه؟ هاله ممكن تساعديني؟ اساعدك في ايه؟ شوفي يا هاله، انا عايز الولد اللي جوه ده اول ما يطلع تعمير حقاره جدا. بصي له من فوق لتحت، بعد كده من تحت لفوق. انا عايزه يحتار في عينيكي رايحه فين، فيتزاول هو يبقى واقف مش عارف يقف على بعضه، ماشي؟ وفجاه اول ما تكلمي قولي له انت يا، على انك ايه ناسيه اسمه، فيقول لك سمير، قولي له سمير، هو في حد بيسمي الاسم ده؟ وتحكي ضحكه بخلاعه اللي هي ايه بتستهزئي بيها. سوري انا اسفه مش قصدي. قولي كده سوري انا اسفه مش قصدي. سوري انا اسفه مش قصدي. ايوه بس اكتر شويه، تكي على مش قصدي دي اكتر شويه، ماشي؟ انا عايزه يتبرجل يخش لي ما يبقاش فاهم حاجه. ماشي يا هاله؟ ماشي. هاله بجد انا مش عارفه اشكرك ازاي. فعلا ونعمه السكرتيره اللي ونعمه صاحب الشركه ونعمه الاتفاق اللي اتفقنا عليه نفسي يتحقق بجد. مش عارفه اشكرك ازاي بجد. هاله انت سكرتيرتي انا يا هاله بجد. ايه ده انت بتعمل ايه؟ في ايه؟ ايه يا هاله عادي، دي بوسه صاحب شركه لسكرتيرته. هم اصحاب الشركات بيبوسوا السكرتيرات بتاعتهم؟ اقري عقدك يا هانم، اقري شوفي فيه بوس وايه كمان. جميله، بقول لك ايه، ما تيجي نخرج النهارده؟ ايه؟ هشوف كده، هفكر. انت مرتبطه بحاجه ولا ايه؟ لا خالص. هو انا زي ما خدتش بالي منه من زمان، بس انا فعلا كنت ابتديت احب اكمل. بس ازاي احب اكمل وانا عقلي راح ولو لثانيه واحده لسمير؟ لا في حاجه غلط. بس يا ستي، ولقيت فجاه قلت ان مفيش حد قال لك كل سنه وانت طيبه، وان انا ابقى اول واحد يقولها لك، ونزلت جبت لك الشوكولاته اللي بتحبيها. ميرسي. انت ايه رايك نعمل احتفال صغنون كده عندكم في البيت النهارده؟ ماشي؟ ماشي. في حاجه ولا ايه؟ في. جميله، انت عارفه ان انا سايب مراتي بقالي فتره. كنت عايز اقول لك ان انا فرحت جدا لما انت كلمتيني وحاسس ان احنا نقرب من بعض جدا الفتره الجايه. فعلا اسد. استاذ سمير، استاذ اكمل كان عايز حضرتك. عايزني انا؟ ايوه عايزك انت. هو انت في حد يقدر ما يعوزكش؟ تسلمي لي يا رب. في مكتبه بقى؟
مكتبه؟ هنا. شكرا. العفو. ماشي يا جميلة، ماشي يا جميلة. سمير؟ سمير؟ ايه الاسم ده؟ الاسم ده؟ طب اختاري اسم حديث، اختاري لولو مومو والحاجات اللي تغيظني دي. انما سمير انا اتغاظ من سمير؟ ده سمير ده حيوان وكلب، كلب وحيوان وواطي، ولو شفته هدمره. سمير ده انا؟ انت ايه يعني؟ واي حد بيهزقك يعني عشان اخد على التهزيق؟ مين سمير ده؟ سمير ده سمير كمونه. سمير كمونه لما ضيع الكرة بتاعت الاسماعيلي، وقريب قوي من الجون على فكره. شوف من 10 سنين، بس انا مش ناسي الموقف ده. سمير كمونه؟ سمير كمونه. السكرتيره بره قالت لي انك عايزني. اؤمر. قلت لها عايز سمير كمونه، مش عايزك انت. كمونه امشي يعني؟ انا قلت لها ان انا عايزك صح، بس عشان ايه بقى؟ ده اللي احنا هنفكر فيه سوا دلوقتي. طب امشي اقول لا استنى بس. تمشي ليه؟ تمشي ليه؟ اتفضل اقعد، اتفضل اقعد. استنى هنا، رايح فين؟ اقف مكانك. انت هتقعد قدام صاحب الشركه؟ انت جنيت ولا ايه؟ بالراحه يا حبيبي، بالراحه. بالراحه؟ اسمها بالراحه يا سمره، بالراحه. انت تقف هنا، اقف كده. شوف يا سمره، خلينا نتكلم راجل لراجل او سمير لأجمل. اختار حاجه فيهم الاثنين. الاثنين واحد، ما علينا. الساعه وقله الادب مفيش اسهل منها، لان انا برمجي قوي وعيل قليل ادب قوي، وعملت مشاكل كتير مع كل الناس على فكره. لكن الغلط ليه؟ ليه يا سمره؟ ليه تضطرني لاني اغلط غلط انا مش حاسبه؟ لما تاخد واحده في وشك كده بالعرض. جرينا بيك على المستشفى وعملنا لك 11 غرزه. ده بالميت، 11 هنا بس، 120 من تحت هنا. هتستفيد ايه يا سمره؟ انا هستفيد ايه؟ وشك هيستفيد ايه؟ جيب معايا من ناحيه كده. ايه نواياك تجاه جميله؟ نوايايا؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني ايه؟ ده انا عامل المجهود ده كله عشان اوصل للجمله دي. نواياك النيه الداخليه تجاه جميله الخارجيه ايه؟ انت تهرب ايه الجميله؟ انا صاحب الشركه اللي هي شغاله فيها عندي انا. وانا ابن خالتها. يعني ليه الحق اكلمها في اي وقت واشوفها في اي وقت؟ انت هتبوسني ولا ايه؟ في ايه يا سمره؟ لا ارجع كده واهدى. ارجع كده يا سمره، ارجع كده. على فكره بقى، انت لازم تفهم حاجه مهمه جدا. لازم تفهم ان انا صاحب الشركه دي وجميله شغاله عندي. يعني انا ممكن اقول لجميله دي اي كلمه في اي وقت، ممكن اهزقها. هترضى على بنت خالتك تتهزق؟ ههزقها انا، وممكن ارفدها نهائي كمان. يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز اعرف ايه علاقتكم ببعض انتوا الاثنين. قلت لك خارج عنك يا عم، مش هجاوبك. يبقى انت هتبلع شفايفك ولا ايه؟ في يا سمره؟ يا سمره في ايه مالك؟ في مالك تنشن قوي كده؟ ايه معلم، احنا بنتكلم ولا بتتمرن؟ نتكلم عادي. في ايه يا سمره؟ مفيش حاجه يا سمره. ايه في ايه مالك؟ لا دي هزار عادي. في انت فاكرها بجد دي؟ لا دي هزار، انا بعمل لاصحابي. طب اهو بص ايه. عادي يا سمره، فك بقى. ايه يا سمره مالك تنشن قوي ليه كده؟ اخلص طيب. طب ما انا هخلص اهو، سيبني براحتي. انت ايه بتتمرن ولا بتتكلم معايا؟ الجيم حاجه والمكتب حاجه هنا، اوكي؟ بص يا سمره، انا هديك فرصه كبيره قوي. انا هخليك صاحبي يا معلم. عمرنا ما هنبقى اصحاب، تخيل. انت عندك صاحب عنده شركه؟ ما عندكش. ده انا بديك فرصه كبيره. ماشي يا سمره، ماشي يا سمره. انت كده عايزها تمشي بقى ايه؟ عنف بعنف. شوف يا عم الستايل، من الاخر كده، جميله دي مالكش دعوه بيها نهائي خالص. بدل ما اوريك الشمس في عز الظهر، وهوريك النجوم في عز البرد، وهوريك الحر في عز الجو. شايف؟ اي حاجه هوريها لك في عز اي حاجه. انا ممكن اشقي لك احساسك على فكره. خلص الكلام. هقول لك انا فكره. لا ما خلاص، انا قلت خلص الكلام، مش حاجه بعديها خلاص. طب هقول لك فكره غير الاولانيه. بعد يعني افتح الكلام من الاول وتقول دي واخلص الكلام. اوكي ماشي. اوكي اتفضل. هنسيبها هي اللي تختار، يا تختارني انا يا تختارك انت. ايه؟ شفت خليتني اعمل حاجات حريمي شبهك وشبه كلامك. انت عايز تفتح قوسين وتحطني انا وانت مما بين القوسين؟ اوكي وانا قبلت التحدي. لما نشوف بقى السمنه الفلاحي ولا السمنه البلدي. سمنه فلاحي وسمنه بلدي، ما الاتنين واحد على فكره. ايه ده انت عارف؟ بس بتختلف في الطعم. يبقى التحدي ده بتاعنا. لا بتاعنا. طب انت بتعمل زي ليه؟ طب انا متعصب وعملت كده.
عشان انا بتعصب برضه. بتتعصب بنفس طريقتي؟ كذبة قوي يا سمير وواضح قوي. انا عصبي جدا على فكره. على فكرة انا عصبي اكتر منك. اقعد على المكتبه بقى، يلا. اقعد على مش عايز اقعد على مكتبة سمرة. روح دلوقتي. وقت خلص خلاص. روح دلوقتي. طيب روح يا سمرة. ماشي. روح. مستفزني يا عم، مستفزني يا عم، مستفزني جدا. ماشي يا سميرة، ماشي يا جميلة، ماشي. ماشي يا سميرة. بونجور. صباح الخير. بقول لك ايه، قولي لابوك يطلقني من سكات احسن له. في ايه بس؟ في ايه يا اختي جوازي وزفت ايه؟ ما انا كنت قاعده في بيتنا واكله شاربه نايمه ومنتخه على الاخر، وانا اللي كنت مستعجله على الجواز. اتاري الواحده مننا بتاخد الشلوت الكبير، ومن ساعتها وانا وارمه الورم اللي انت شايفاه ده. معلش اهدي بس، اهدي. ركزي معايا، خليكي معايا. انا شامه كده ريحه مش عجباني. ريحه؟ لا ريحه ايه؟ مفيش ريحه ولا حاجه، مفيش ريحه. انتي غيرتي رايك في اكمل منه، يعني سقط في الاختبارات وكده صح؟ لا طبعا مش صح، لسه فاضل له اختبار واحد. امال مالك كده مش على بعضك كده ومتربه ومركزه في الموبايل من ساعه ما دخلت؟ بصراحه انا في حاجه كده بتقولي ان سمير ده مش بطال، وحاجه تانية بتقولي ان اكمل يدوب على باب قلبي. بصي انا ما بحبش اللف والدوران، من الاخر عايزه اكمل ولا مش عايزاه؟ مش عارفه، محتاره بصراحه. هي حاجه تحير، بس انا لو منك قلبك للواد اللي اسمه سمير ده وتسيبي لي اكمل، والنبي تسيبي لي اكمل. طب انتي رايك ايه في موضوع الجواز ده؟ مش انا خدت اكبر شلوت في حياتي بجوازة ابوكي دي، وامك اللسعه دي ناويه تجننا كلنا وتدخلنا سرايه المجانين، انما عمري ما اسيبها لها. لمي نفسك على فكره دي ماما، ها؟ ما انا كمان مرات ابوكي ولازم تسمعي كلامي. هيرو هبسطها لك. الجواز ده عامل بالظبط كده كانك نازله تشتري فستان، تفضلي تلفي طول النهار على كعوب رجليكي عشان تجيبي الفستان الحلو، وفي الاخر بتروحي البيت بجزمه. هو جزمه فعلا، بس انا على كده بقى محتاجه مصنع عشان يفصل لي عريس. يا بنت ده انت جات لك فرصه عمرك. بصي انت تاخدي الواد سمير ده وفوقيه ابوكي وتسيبي لي انا اكمل والنبي. لا يا شيخ، طب عينك على فكره. بقى انا يا منير تتجوز عليا؟ انا تكتب عليا ورقه تانية؟ انا وحياتك عندي ما عارف اللي حصل ده حصل ازاي. ليه؟ ضربتك على ايدك ولا شربتك حاجه اصفره؟ جاتك قوى. بقى انا اللي افتكرت ان انا هديت حيلك في التحمير والتخليل والتفصيص وعمل مربات، اتاري لسه ليك ديل وبيلعب. صدقيني والله ما حصل حاجه. والقال انا من هبلي وطبتي صدقتك. تقولي هتتجسس على رحمه وهتنقل لنا الاخبار، والزمن ده في العصر الحديث زمن جمع المعلومه وليس الحرب بالصاروخ، وده الفكر الجديد المخابراتي جوه امن الدوله جوه الامن الصناعي، وانا من خدتي صدقتك وطبتي. بقول لك ايه القهر اللي انت بتعمليهولي ده؟ انت من هنا ورايح لا هتاكل ولا هتشرب، هتعمل ريجيم اجباري وهتتحبس جوه الاوضه ويتقفل عليك بالمفتاح. لا بقول لك ايه بقى، انا راجل ومن حق اتجوز واحده واثنين وثلاثه، من حق اتجوز 4. انت حد محفظك كلمتين جاي تقولهم؟ قول تاني كده، تقصدني انا منير؟ اقول لك هطلقها. تطلقها او ما تطلقهاش ده شيء يخصك، انا مش فارق معايا انك تطلقها. انت ارتكبت خطأ لازم تتعاقب عليه. ايه الحصار الاقتصادي اللي انت عاملاه عليا ده؟ فاكر برلين ايام الحرب العالميه الثانيه سنه 1945 حصل لها ايه؟ لا مش فاكر عشان ما كنتش لسه اتولدت. ما كنتش لسه اتولدت سنه 45؟ برلين اتهدت على اللي فيها. ده استبداد وديكتاتوريه. ايوه هتلر. عارف هاي هتلر؟ فاكر هتلر الدكتاتور الاعظم؟ انا بقى شبه هتلر قدامي على الاوضه. لا مش هخش على الاوضه وانت بتشخطي فيها كده. الله، احنا بني ادمين زيكم، من حق الراجل يتساوى مع المراه. ده حق في الدستور. انا هشتكيكي للمجلس القومي للراجل. اشتكيني في محكمه الزنانيري. واتشحطت انا بقى بالعيال من المحامين للمحكمه. قصت النفقه مع بنك ناصر. ليه وانا كنت متجوز تاكسي؟ قدامي يا حبيبي وشغل عداد. يلا حاضر ماشي يلا. ماشي بس هيجيلكوا يوم ماشي يسقط
حكم المرأة. اكتب مذكرة. يسقط حكم المرأة. وحط عليها دمغة. ايه ماشي. ما تقفليش عليا بخاف. وبستنضف محامي، ها؟ محامي بيفهم في الأحوال الشخصية عشان بتوع الجناية مش شطار. طبعا يا فندم، انا يسرني ان انا اكون رئيسه للحزب ده شرف ليا وسام على صدري. طب يا فندم متشكره جدا، مع السلامه. حسين، انا هبقى رئيسه حزب. حزب ايه ده يا رحمه؟ حزب سياسي، عايزيني انا اكون الرئيسه بتاعته وانا وافقت. طيب وانت عندك وقت للحزب ده؟ انا لازم يكون عندي وقت يا حسين، لازم. ده حزب سياسي جامد جدا وهيفيدني في حياتي ومستقبلي. ازاي يا رحمه؟ ازاي تزودي فترات غيابك عن البيت اكتر من اللازم؟ ده مستقبلي بقى يا حسين. خلاص يا ستي، طالما مستقبلك خلاص ادوس على قلبي، انا ادوس على قلبي، وماليش اي طموح ولا امال في الحياه الا اشوفك بس نص ساعه كل يوم، امل عيني منك. يو بقى ليه بتعمل فيا كده؟ ليه بتحسسني بتأنيب ضمير؟ خلاص يا حسين، انا اسفه، عشان انا ما اقدرش ازعلك حبيبي. انا هرفض المنصب. لا، ترفضي ازاي؟ لا روحي يا حبيبتي، ده منصب جميل لازم تتمسكي بيه. الله، انت من شويه بتقولي لا ما تمسكيهوش. لا حبيبتي، لا انا عاوزك تروحي. وراء كل ست عظيمه راجل عظيم زي ما بيقولوا. لازم زوجتي تبقى سياسيه. يا حبيبي يا حسين، انت بجد اعظم راجل عرفته في حياتي بجد. عرفتي كم راجل قبل كده؟ لا مش قصدي، انا قصدي اكتر راجل يجنن في الدنيا دي كلها. يا حبيبي انت ملايكه، انت مش بني ادم، انت ملايكه نازله من السماء الطاهره يا قلبي. يا حبيبتي ربنا يخليك. حبيبي بحبك قوي. وانا بموت دايما ظلمك، دايما ظلمك. يا حبيبتي بحبك. ما عنديش وقت عشان اقعد معاك اكتر من كده، علشان تروحي انت تلحقي المنصب بسرعه. اروح فين؟ هما ما كلمونيش وما قالوليش مش عايزيني دلوقتي. تروحي دلوقتي، تروحي قولوا لهم اجي امتى، يعني كده البرنامج بتاعي ايه الحاجات، ايه الخطابات، ايه الحاجات كده. يلا تفتكر كده؟ انا هستحمل، انا حاجه على نفسي، كفايه عليا نص ساعه في الاسبوع املي عيني من جمالك يا حبيبي. بحبك قوي يا حسين. وانا بموت فيكي يا اختي يا اختي يا اختي. الله يخليك الله يخليك. باي باي يا روح. باي حبيبي. وخدي راحتك، يعني ما تقلقيش من اي حاجه. انا مش زعلان. باي. خلي بالك من نفسك. لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا يا رب تقعد في المنصب ده سنتين، ما تجيش البيت عشان اشوف حالي. ايوه يا رغد، يا حياتي. لا هي خلاص نزلت واستريحت، وانا كمان يا حياتي. يلا بقى، يلا اطلعي بقول لك ايه، ما تاخديش اسانسير، تطلعي جري على السلالم. السلام يا حبيبي، مستنيكي. يا صداع الدماغ. يا نفسي. اهدي يا ماما، ما تعمليش في نفسك كده يا حبيبتي. اهدى ازاي؟ بعد اللي هو عمله فيا اهدى ازاي؟ بهدلني، اتجوز عليا. انا يتجوز عليا ان ما بهدلته، ان ما وريته انا مين، ان ما وريته علاقاتي. تليفون واحد بس من تليفوناتي يخليه يلف كده حوالين نفسه. اصبري عليا، في المحاكم نتقابل. طب يا ماما تعملي كل اللي انت عايزاه وهو معاكي هنا. لازم اوري له انا مين، واوري له حجم علاقاتي شكلها ايه. عارفه زوار الفجر اللي كانوا بيطلعوا في الافلام بتاعت زمان، فاكراهم؟ اللي كانوا بيجوا يخبطوا على الباب دول. انا هجيبهم له تاني واخليهم ياخدوه كده بالاربع 5 شهور، محدش يعرف عنه حاجه، يختفي. ماشي يا منير، ماشي. طب اهدي يا ماما كده بس وروقي. قومي طب غيري هدومك عشان كمان سمير قرب يجي. لا سمير ايه، انا لازم اقعد في السرير اخد كل ادويه الصداع وكل ادويه الضغط وادويه السكر وادويه النسيان والنوم، وانام كده واصحى بقى واركز في اجنده التليفونات واشوف علاقاتي شكلها ايه، اشوف اذيه ازاي عشان انتقم لكرامتي. يعني يا ماما مش هتيجي معانا تحتفلي بعيد ميلادي؟ لا مش هحتفل،
انا هقعد في السرير لكي احزن واعمل كل ما في وسعي عشان انتقم. ده اكيد سمير. انت بقى مع سمير وانا بقى في السرير. كل سنه وانتي اجمل جميله في الدنيا. انت طيب يا سمير. يلا بينا عشان نلحق بقى، عشان اتاخرنا جدا. يلا بينا. يلا بينا فين؟ ايه يا جميله؟ في ايه؟ في ايه؟ رايحين على فين انتوا؟ سمير عازمني يعني عشان نحتفل بعيد ميلادي. انت مالك انت بالقصه دي؟ بس عندك مانع يعني ولا ايه؟ مش فاهم. عندي مانع. ازيك يا توتو عضلات افندي؟ عامل ايه؟ صحتك كويسه ولا في مشاكل؟ انت مالك انت بالقصه دي؟ صحتي ومش صحتي، مالك انت؟ بس ما تكلمنيش كده. طب يلا هعذبك بقول لك. انت كذاب. هعذبك انت بقول لك. كذاب. في ايه يا اكمل؟ في ايه يا جميله؟ على فكره انا كنت جاي اقابله وهو كعبني، كنت جاي ارن الجرس عشان احتفل انا اللي معاكي احتفل. وبعدين لو سمحتي كده حق ربنا خد امسك هديتك. بص يا جميله، بص انا جبت لك ايه يا جميله؟ مرمر من الالماظ الحر، حر تلبسيه في اي صباع. طب هو انت عرفت منين النهارده عيد ميلادي؟ عيب يا جميله، ده انا مهتم جدا بتفاصيلك. يعني غير ان انت موظفه عندي في الشركه، انا طبعا دخلت في السجلات وعرفت كل التواريخ اللي في حياتك، وعرفت تاريخ ميلاد مامتك وكل الحاجات دي. وعرفت ان انتم من الزمالك، فاكره؟ ماما اللي قالت مش انا. ايوه ماشي. كل سنه وانت طيبه يا جميله. ماشي وانت طيب. طب بقول لك ايه يا جميله، يلا بقى عشان هيفضل يرغي كتير، وانا حاجز في احلى مكان في مصر، والنهارده يوم عيد بالنسبه لي. بلاش كذب بقى، ايه احلى مكان في مصر؟ مين اداله المركز ده؟ ده انت كذاب جدا. انا على فكره يا جميله انا حاجز لك في مكان الشانكلينزوليه. ايه؟ شانكلينزونكليه ده لسه معمول 20 سنه بيجهزوا في الكافيه ده، لانه عاملين له بواطن من جوه ما يتسمعش الناس اللي بتتكلم جوه. انا حجزت لك فيه وحجزت لك المكان كله يا جميله. يلا بينا عشان نلحق. وانا بقى اخرج معاك بصفتك مين ان شاء الله؟ ما ترد يا بطل، اخرصيت يعني. لا ما انا هرد على فكره. انت يعني عطلتني عن الرد، مش عارف تدخل في اوقات غريبه جدا. مش ايه ده؟ رد. طب انجز يلا. طب انا هرد انا وانجز، انا مالكش دعوه انت. بصفتي يا جميله ان انا جارك ومدير شركتك، يعني ليا حقوق عليكي. يا سلام. اقول لك الصراحه يعني يا جميله؟ معلش يا اخ ممكن لحظه كده؟ معلش اكلم جارتي في حاجه، بكلم جارتي. طب خلص طيب يلا. بكلم جارتي يعني. طب يلا. ده ايه التنيحه دي؟ بصراحه كده يا جميله انا بحبك. بتحبها؟ انت مالك؟ انت اتجننت يا ابني ولا راحت منك؟ انت سمعت ازاي؟ انت ما انا قلت لك ابعد يا بارد. ايه اتجننت ليه؟ بحبها. انت مالك؟ انت بحبها؟ بحبها، مالكش دعوه. ايه انت هترد عنها انت؟ بحبك يا جميله، بحبك، وعارف ان النهارده عيد ميلادك وكنت عامل لك مفاجاه. في ايه يعني؟ ايه سمير ده؟ عايز ايه سمير ده؟ تخرجي معاه ليه؟ بتاع ايه يعني؟ ايه؟ هو اللي قال الاول نحتفل بعيد ميلادي. ده انت الحقيقه عندك فرص بقى. مين اللي قال لك الاول؟ يعني لو اي حد غيرنا كان جالك دلوقتي كنت قبلتي اي هديه يا بتاعه الهديات. اوعي كده. هاتي، خساره فيكي المرمر الالماظ الحر ده. هات اخويا، خد يا حبيبتي الورد. طبعا 2.5 ده 2.5 اللي انت فرحانه بيه. بقول لك ايه يا عضلاته، يلا توتو بقى شوفوا هتخرجوا فين. ماشي يا توتو يلا بقى يلا. ماشي يا جميله. يا عم امشي بقى. كده استوى على الاخر. انا شايف بقى انك تروحي وراه وتصارحيه. جميل اكمل بيحبك وانت كمان بتحبيه. بصراحه يا بخته بيكي، واعتقد يعني ان هو حس بقيمه الكنز دلوقتي اللي في ايده. طيب وانت يا سمير؟ انا بحبك بس انت بتحبيه، يعني هو يكسب. بصراحه دلوقتي لازم امنع نفسي من الحب ده، عشان الحب دلوقتي بالنسبه لي مرض، وانا راجل صحتي على قدي. يعني انت شايف كده؟ اي حد مكاني هيشوف كده. يلا بقى روحي له احسن يعمل حاجه في نفسه ويتحسب علينا نفر. معلش. اكمل. سمير الورد. عارف انا قررت اطلق هدى. ايه؟ تطلق هدى؟ انت اتجننت ولا ايه يا منير؟ تطلقها ازاي يا ابني وبنتك على وش جواز؟ وبعدين دي غلطتك انت من الاول.
انت لو كنت فعلا وريت لها العين الحمراء كانت كلمتك هي اللي تمشي في البيت. عندك حق. عارف انا كان نفسي في ايه؟ كان نفسي ابقى راجل من بتوع زمان، راجل كده شبه سي السيد، طول بعرض، صوته خارج من صدره، وهي شبه الست أمينة، منكسرة وطول النهار ترقيه ومن شر حاسد إذا حسد، وتبخره في الطلعة والنازلة. وما تبص لي ما تبصليش في وشي، تبص للأرض. بس خلاص بقى فات الأوان يعني. تبخرك على ايه يا منير؟ ايه اللي هتتحسد عليه؟ انت عايز معجزة؟ شوف يا ابني، انا عاوزك تعمل زي ما انا بعمل بالظبط مع رحمة. ايه بتعمل ايه مع رحمة؟ وانا بقعد معاكم؟ شوف بقى، اقول لك على سر عمري ما قلته لحد، بس انت عشان حبيبي. رحمة دي ابص لها بس في عينيها ترتجف. يا ساتر يا رب. ارفع حاجبي ده بس تهزي بكلمات غير مفهومة من حاجب واحد. الحاجب التاني مش عايز اقول لك ايه اللي بيحصل، بس لازم تشوفني وانا بشخط فيها، بتحس تلاقيها عاملة زي الكتكوت المبلول. الكتكوت المبلول؟ قول وعلمني يا موسوعة. لازم. الو. ايوه حياتي، انت فين؟ طالعه على السلم؟ جايلك. مع السلامه. يلا. ايه جاي لك حد مهم؟ ايوه انت مالكش دعوه، بعدين اقول لك. يلا تعال. طب ما تقول لي في ايه؟ تعالى بس روح اتبخر. يا عم بالراحه عليا كده. تعالى بس. طب انت صاحب خروف. تعالى بس روح. يلا روح دلوقتي، ده انا هحكي لك على حكاوي. اهلا يا ابني ليه يا حسين؟ شفت بقى. روح بدري. هو ايه اللي يا ابني ليه يا حسين؟ وانت ايه اللي جابك هنا؟ انت ما قلتليش انك جايه اصل انا هقول لك. تعالي يا رحمه، تعالي. على فكره بقى، انت بوظتي الدنيا، جيتي في وقت غير مناسب بالمره. ازاي؟ النهارده حياتي كنا انا وهي عاوزين نحتفل بيكي والله بمناسبه عيد ميلادك. عيد ميلادي؟ ايوه عيد ميلادك. ايوه، حتى طلب مني اروح الفرن اوصلك على تورتايه كبيره وشويه بقسماط وساليزون. فرن؟ انت هتجيب لي تورته من فران؟ لا فران ايه؟ انا قلت فران؟ انا بعتك لاي فرن العتبه. عتبه كمان؟ عتبه مش من الزمالك؟ اولا انا عيد ميلادي مش النهارده، انا عيد ميلادي كمان شهر يا استاذ. حياتي يا روحي يا قلبي، انت كل يوم يتعمل لك عيد ميلاد، وفيها ايه؟ امبارح ولا النهارده ولا السنه الجايه؟ كل يوم يا رحمه عايشين مع بعض، متهنيين مع بعض، فرحانين مع بعض، يبقى عيد ميلاد يا روحي يا حياتي. قلبي شفت جوزي حنين وبيحبني قد ايه؟ الكتكوت المبلول. هو حتى بالاماره كمان قال لي قول للراجل بتاع الفرن يعمل كتكوت مبلول اللي هنحط فيه الشمعه. كتكوت مبلول؟ ايوه في حاجه جديده كده، تمثال كتكوت مبلول. قلت له يبقى هاته كده عشان نفرح بيه رحمه. طيب انا همشي بقى، وان شاء الله هاجي لعيد ميلاد الشهر اللي جاي. لا استني، انا عايزاكي جميع حياتي انك تتحركي، انا عايزاكي ضروري. فين اكمل؟ اكمل راح لجميله عشان ياخدها ويروحوا السينما، اصل عيد ميلادها النهارده. اسكت. ايه؟ اوعى كده. بتقول ايه؟ اكمل اخد بنتك ويخرجها؟ تقرب له ايه علشان يخرجها هو؟ انا عايزه اعرف. عايزه اقول لك حاجه، انا بنتك دي على فكره بتستكرم ابني وبتنتهز الفرص. ياه على مخي، نسيت صينيه القلاص في الفرن وشها هيتحرق. روح الحقها، روح لا ما حد يقدر يلحقك. اجري. طب يا اجمل شوف بقى، بص بقى. ايوه ليلته سودا. ايوه طبعا ليلته سودا. طبعا تليفونه مقفول يا قلبي. ليه؟ عشان يقعد معاها وياخد راحته. لكن وديني استنى عليا يا اكمل لما يجي، والبنت اللي اسمها جميله دي والله ما هتشوف غير
عرفت هتعمل فيها ايه طالما ايه. انا بجد مش مصدقه انا اتحسب بالطريقه دي. انا هيتعمل فيا كده؟ يا جميله يا جميله، انا اول مره اشوفك شكلك اشعث قوي كده. اشعث؟ ايوه، المراه المشعثه دي بتبقى اسوأ انواع المراه بالمراه. غلط كده يا جميله، غلط. ايه دي لو سمحتي؟ انا مش مصدقه اللي مامتك بتعمله فيا ده يا اكمل. انا تعمل فيا كده؟ لما بتعمل فيا كده من دلوقتي، امال لما نتجوز هتعمل فيا ايه؟ يا ستي مش هتعمل فيكي حاجه، يا ستي تفائلي خير تجديه. بلاش بقى التشاؤم ده يا جميله، انت مش هتتجوزي ماما. اكمل، انت عديم الشخصيه وامعه. عارف وقلتي لي قبل كده انت امعه، ودورت عليها في القاموس لقيتها مواصفاتي. انا موافق وقلت لك هتغير يا جميله. لما مامك بتعمل فيا كده قدامك، امال من وراك هتعمل فيا ايه؟ مش عارف الصراحه، لان مش هبقى موجود. يا جميله ما تسالينيش اسئله ما اعرفش اجاوب عليها. اوكي ماشي يا اكمل، انا بقى اخلي ماما تهزقك وتبهدلك، ولما تيجي تشتكي لي منها هقول لك اعمل ايه يا اكمل؟ دي امي، والام امي نداء محبه. في فيزوها فيز أذلي، وهاخد الموضوع بصدر رحب وهستحمل أمك. أنا مستحمل أمك أساسا يا جميلة، أنت مش فاهمة ليه؟ يا جميلة أرجوكي بلاش الحاجات دي تأثر علينا. فيها إيه لو خدنا نموذج في حياتنا؟ مثلا قس وليلى. فاكرة الرواية؟ مش فاكراها. أنا فاكرها كويس، فيها مشاعر كتير جدا يا جميلة. فاكرة لما أم قيس كانت بتهزق البنت ليلى؟ بتفرمها ضرب وإقلام وإفيان ومقصات وتجيبها من شعرها في وسط الرواية. 10 صفحات بتهزق فيها بس. كان رد ليلى إيه؟ في نظرة واحدة، في كلمة، بثقة. قالت لها إيه؟ قالت لها اضربي أماه، اضربي أماه فأنت أم قيس وقيس حبيبي. اضربي أم حبيبي. ثم بكت فنظرت إليها نظرة واحدة بين قوسين فانهالت عليها ضربا. قالت لها ايه؟ قالت لها أماه اضربي فإن ضرب أم الحبيب كمثل الزبيب. وأنا أقرأ وأعيط يا جميلة، باجي عندي الزبيب كل مرة وأعيط. لو سمحت يا أكمل ما تلعبش بمشاعري. أنا بلعب بمشاعرك يا جميلة؟ الله يسامحك، هو فعلا اللي بيحب من قلبه هو اللي بيتهان. وبعدين انا مالي بتصرفات امي؟ قلت لك 100 مره ان دي امي وهي بتعمل كده يا جميله. وعلى العموم انا اسف. بصراحه كده انا بقيت خايفه اصدقك. في انتوا اتفقتوا على كلام معين تردوا بيه؟ ليه كل البنات بتقول الجمله دي؟ انا خايفه احبك، خايفه اصدقك، خايفه اعيش معاك في بيت واحد لحسن تضربني، خايفه لحسن حياتنا تبقى وحشه، خايفه لحسن ما لازم يكون في قرف جاي بعد الخوف ده كله. يا جميله صدقيني الاول، بعد كده خايف الخوف هيجي. وبعدين يا جميله انت هتقفشي على امي، انا هقفش على امك واللي جابوا امك، وهتبقى حرب امهات، وههين امك وهتهين امك. وعلى ايه يا جميله؟ منحي الامهات جانبا، عايزك تثق فيا انا. والله؟ وانت فاكر بقى ان امك هتسيبني في حالي ولا هتنحيني جانبا؟ يا ستي في ايه بقى؟ يا ستي انت اللي ليكي عليا ان انا اللي هتحدى اي حد علشانك، هتصدى لك، انا الراجل بتاعك. افهمي بقى، افهمي انت معاكي راجل، وراجل ليه كلمه كمان يا جميله. طيب يا اخويا لما نشوف. بص لازم تردوا برضه، لازم تقولوا جمله كده ملهاش معنى. حاضر لما نشوف، حاضر يا اخويا، وانا شفت حاجه من انا عايشه. بلاش الكلام ده مستفز ومش لطيف ووحش، هتكرهيني فيكي يا جميله. استني تليفون، ده بابايا. يا حسين. لا انا معيش حد، ما انا بقول لك حسين وانا لوحدي. اوكي. يا بابا. كنت عايزه اتكلم معاكي. يا حسين. لا انا معيش حد، ما انا بقول لك حسين وانا لوحدي. اوكي. يا بابا.
اتكلم معاكي. اتفضلي. انا عارفه ان انتي ما تعرفينيش كويس، بس انا جايه عشان اقولك على حاجه مهمه قوي. اكمل بيحبك، والدليل اللي انا شفته قدام عينيا دلوقتي. اما بقى بالنسبه لمدام رحمه امه فليها حل. حل ايه؟ اولا اللي عايز يتجوز لازم يعرف حاجه مهمه قوي. الجواز ده عيله بتناسب عيله، مش كل واحد لوحده. وبعدين؟ يعني رحمه لازم تكسبوها عشان تعيشوا في سعاده. وده يحصل ازاي؟ طول ما رحمه مش مبسوطه من الجوازه دي، لا هتشوفوا سعاده ولا اي استقرار في حياتكم. ما هي عمرها ما هتطمن لي ولا هترتاح لي طول ما هي مفكره ان انا هخطف منها ابنها. لا، رحمه حاسه ان هي اقوى منك، مسيطره، كل حاجه بين ايديها. لكن انت بقى لو قدرتي تحسسيها ان انت اللي اقوى منها وبتتحديها، وبعديها هتروحي وتقولي لها خدي كل حاجه بين ايديكي عشان انت افضل مني واقوى مني، ساعتها بس هتوافق انك انت تتجوزي اكمل على طول. طب وده يحصل ازاي؟ رحمه هتبقى رئيسه حزب سياسي. وانا مالي؟ لا، مالك ازاي؟ ما انت ممكن تاخدي منها رئاسه الحزب، وبعدين تروحي وتقولي لها خديه عشان انت افضل مني واحسن مني بكتير. ولما تحس ان هي قويه هتاخدك في حضنها وعينيها هتدمع، وبعديها هتقولك روحي اتجوزي اكمل على طول. والله فكره. انا بنصح لله والله. خش. معلش يا رغده سامحيني، النهارده راح اوانطه، معلش عشان في ظروف كتير قوي، بس باذن الله هقعد لك اليوم ده يوم من اول النهار. رغده يا حبيبتي وحشتيني. ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ انا فعلا مبهور بيكي. فان دام، بروسلي، طخ طخ طخ، ما خدوش في ايدي كلوه. هما لسه شافوا حاجه يا حياتي؟ الله عليك يا رحمه، الله عليكي. اتفضلي يا رغده اقعدي. لا اقعد ايه بقى؟ ما النهارده خلاص بخ. يعني ايه النهارده بخ؟ اسالي حسين. وايش دخل الاستاذ حسين؟ لا قصدها يعني بخ بمعنى ان النهارده كنا هنحتفل بعيد ميلادك يا روحي، بس للاسف الخناقه القذره دي هي اللي بوظت الاحتفال ده. المهم انت شربتي عصير النهارده؟ لا. ليه؟ ليه؟ لازم تشربي العصير يا حبيبتي. مش عاوزه بقى، مش عاوزه. لا 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 لا، لازم العصير يتشرب عشان يبقى فيه نضاره في الوجه كده ووشك يبقى مظبطاه يعني. والله برضه مش عاوزه. طب انت عملتي ايه في الحزب؟ ولا حاجه، كلموني وانا قررت ان انا اوافق. طب حلو قوي. ده لو وافقتي بقى كده لازم تشربي العصير الاول. ايه رايك تقعدي وتشربي العصير؟ طيب. اوكي اوكي. يعني جاي لكم. اوكي. قولي لي بقى يا حبيبتي، ايه موضوع الحزب ده؟ يلا حبيبتي اشربي شويه العصير اللي فاضلين دول. مش عايزه ده عصير. ده عصير بسطرمه جديد ده. ده حلو قوي صدقيني. ده في برنج. ده في برنج؟ برنج؟ طالما قلت برنج يبقى خلاص انت في البرنج. انا مش عايزه انام. طب لا لازم تنامي بقى، لازم تنامي بقى، كفايه انت شربت عصير كتير بس. نامي يا حبيبتي. ايوه. انت بغتيني. حاضر عينيا عينيا. كان في تقريبا امتحان اهو 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 اهو. واد اكمل كان مره نايم هنا شفته. ايوه اهو يا روحي. طيب يا حبيبتي اضغطي بقى، اضغطي ونامي. عايزك بصي ما تفكريش في اي حاجه خالص، نامي 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 اهو. نامي نامي. حاضر رجلاتك اهي، رجلاتك اهي. يا خبر، حسين قتل مراته. انت فين؟ انا اهو. هات ايدك عشان بخاف انام لوحدي.
ايه ده ايه؟ احكي لي حدوته. حدوته؟ كان في مرة، لا كان في مرة تانية. ناس قاعدين يتكلموا مع بعض، قال له انت عملت كده، قال له ال10 دول ما عملت، قال له لا اوعى ايدك دي. فضل قال له لا والله ما عملت كده، قال له قال له ال10 دول، قال له اوعى ايدك دي، اوعى ايدك دي، اوعى ايدك. نامي اتخمتي بقى. نامي. عملت ايه؟ عملت اللي انت قلت لي عليه. حلو قوي. هو قالوا ايه؟ وافقوا طبعا. برافو عليكي. كده بقى اكمل يتجوز والبيت يبقى فاضي، يبقى انا هفضلك على طول. ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ هنخش انا وانت جوه ننام بقى. واكمل؟ اكمل لا، اكمل لقيت اعصابه تعبانه ومتوتر كده، قلت له بقول لك ايه، لا روح نام مع اصحابك، فك معاهم شويه يمكن يروق. انا وانت موجودين. انت داهيه، انت قضيه. ما تيجي نرقص حبيبي حبيبتي. الله الله يا سلام. شفت الهدوء اللي احنا فيه؟ هدوء يقتل يقتل. قلت حاجه؟ حسين حسين اي حسين. ايوه يا حبيبتي، ايوه يا حبيبتي. فين ايديك؟ اهي ايديا اهي. انا راشلي شعري. يا سلام. شايفه الدفء والانسجام والمزج والتضافر اللي ما بيني وما بينك يا راجل، حاجه جامده جدا. انا حاسس ان اول مره ارقص في حياتي، حاجه جامده جدا. وبعدين مش اي رقص، احنا بنرقص دلوقتي على انغام شخير رحمه حبيبتي. بصي يا سلام، بصي واحنا نروح عاملين كده، نروح عاملين بروت كده. يا سلام، ده بيتهوفن دلوقتي ممكن نتلخبط معاه. دي فاكره انها نايمه؟ دي بتاخد دان. ايوه، هتقوم عامله لون، تغطيها بالشمسيه. بصي الشمسيه مشجره ازاي. بقول لك ايه، انا فرهطت من هنا، ما تيجي نكمل جوه انا وانتي. بس رحمه ممكن تصحى. تصحى مين؟ راغبه ما تقولش الكلام ده. دي رحمه واخده منوم يصحيها بعد العيد الكبير، بعد ذبح العجل على طول تروح صايحه مع السلخ. تعالي 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 روحي. مساء الخير. انت طيب، اتفضل. عاوز ايه؟ انا حاسس ان انا غلطت في حق هدى وعايز اطلق هيروشيما. انت جاي تتوب هنا ولا ايه؟ ده هتجنني. ده مش من شويه بتقول لي عايز اطلق هدى وجاي دلوقتي تقول لي عايز اطلق هيروشيما؟ انت عندك مأذون خصوصي ولا ايه يا جدعان؟ اصل انا قلبي مش مطوعني، وهدى دي برضه عشرة عمري. من الواضح كده ان انتوا هتفضلوا مع بعض لغايه الصبح. امشي انا بقى. استني انت بس. لا ما فيهاش استني، انت خلص مواضيعك بس الاول بكلمني في تليفون. بعدين ده وقت انت كمان يا منير. كلمتين وهيمشي على طول. ايه ده احنا واخدين على بعض قوي. دي ليله حمرا دي ولا ايه؟ خلاص، دي ليله سيمون. حضرتك بتتريق عليا؟ انا مش وش كده، دي مراتي يا استاذ، مراتي. مراتك؟ طب يا سيدي ربنا يهدي سركم. ربنا يهدي الشيطان اللي في نافوخك. ايه؟ وما تجيش هنا تاني، ده بيوت ناس محترمه. هو عمل كده ليه؟ ما تفكرنيش بيه. خلاص الراجل ده فصلني. الراجل ده بيدعي عليا ان انا راجل شمال وسافل زيه، افكار دنيئه. حبيبي، امال انا حبيتك ليه؟ وليه ده تكون مراتك التانية؟ عشان انت كنت معايا دوري. انا عمري ما كنت اللي في دماغه ده. انا طول عمري شريف مستقيم
وعارف كويس قوي الحلال فين والحرام فين، ودايما ماشي بما يرضي الله. طب تعالي يا حبيبي، تعالي تعالي. والله ضايقني، والله ضايقني يا رب. معلش. تعالي يا حبيبتي نرقص تاني. هي رحمة بطلت لي موسيقى، يمكن البطارية خلصت. واحدة رحمة بقى واحنا شغالين كده، واحدة كده. يلا يا سلام عليك يا رب. الله سيف القليل الأدب فصلني. أيوه لنا معلش يا جوزي، والله أصله معلش يا حبيبي بقى خلاص. نهار اسود، جريمة قتل. جريمة قتل؟ معقول عم حسين يقتل مراته؟ لا وكمان بيحطها في أوضة ابنه عشان يتهموا فيها. معقول الزمن وصل بينا للدرجة دي؟ أنا لازم أتصرف، لازم أبلغ أجمل باللي حصل، لازم أعمل حاجة. تليفونه مقفول، هو ده وقته. طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ الحل الوحيد إني أبلغ البوليس. الو، بوليس النجدة؟ انا عايزه ابلغ عن جريمه قتل. العنوان اكتب عندك. بوليس يا حسين؟ تجيب لي لحد بيتي بوليس وتنزل مع الهانم اللي انا كنت فاكراها طول عمري انها صاحبتي؟ اخس عليك يا حسين، اخس عليك يا حسين، اخس عليك يا حسين. يا رحمة فهميني عشان مش هفهم ولا كلمة. احنا خلاص يا حبيبي فضحتنا في الشارع بقت بجلاجل، كل الناس شافوك وانت بتركب البوكس مع الهانم. أنا عايز أفهمك الحقيقة بس. اخرس، انا مش هسامحك طول عمرك. عمرك ده ايه يا حبيبي؟ ما عمرك خلص خلاص. انا عندي 32 كيس بلاستيك اسود جوه في المطبخ، ما كنتش عارفه اعمل بيهم ايه. دلوقتي ان انا املاهم حالا فورا. هقتلك هذبحك. خلاص صبري، اصبر. حاضر. اخس. 3 مرات هتقتلني، هقتلك. ايوه مساء الخير. مفيش خير. انا في ورطه، انا في مصيبه سودة. خير ايه بس؟ خش. انا اسف جدا على اللي حصل امبارح. حصل امبارح؟ ايه اللي حصل يا سيدي؟ ايه اللي حصل؟ انا في مصيبه، انا في كارثه يا منير، الحقني. انا هقول لك تقول لها ايه وتعمل لها ايه. هقول لها ايه؟ قول لها ان انا اللي عملت فيك المقلب ده عشان انتقم منك من اللي انت عملته في بنتي. وايه تاني يا منير؟ وانا اللي حطيت لها المخدر في عصير البرتقال عشان تنام، وقلت لك دخلها اوضه النوم على ما تروح تجيب الدكتور. قمت انت بقى يا عيني لانك ساذج وطيب وحسن النيه رحت على البوليس على طول. بقى كده يا مصيبتي، كل ده يطلع منك؟ ده انت ليلتك سودا. شفت بقى يا رحمه؟ شفت يا رحمه؟ الحمد لله ربنا ظهر الحق. عرفت قد ايه انا مظلوم، كنت ظلمان يا رحمه يا حبيبتي. انا اسفه يا حسين، انا اسفه بجد. بعد ايه اسفه؟ اخصى عليك، اخصى عليك يا واقع، يا مجرم، يا اللي ما عندكش قلب. انا تعمل فيا كده؟ تخش البيت الطاهر الشريف ده وتعكنن علينا حياتنا ليه كده يا منير؟ انا طول عمري كنت واقف جنبك، طول عمري بحل لك كل مشاكلك، ليه تعمل فيا كده يا واقع؟ دي قلبي. انا حسين من فضلك قلبي، ما تزعلش نفسك. هات السكينه دي، لازم اموت نفسي. لا السكينه بلاش. اعيش من غيرك ازاي يا قلبي؟ ازاي؟ لازم يا رحمه، لازم. انا طيب، الناس كلهم سواد، ليه بيعملوا فيا كده؟ قد ايه انا ساذج، لازم اعيش. كتلة الطيبة اللي زيي لازم تنتهي. معلش لازم تنتهي. معلش يا حبيبي، سامحني من فضلك، سامحني. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ انت شيطان. أيوة. انت شيطان بديل. انا مش قادره افهم. انت ناقصك شوكه. انت قصدك ايه؟ عايز تعمل فينا ايه؟ انت عايز تهد العش الجميل اللي بنيناه انا وهو طوبه. انا ايوه بظهر ايدي.
ايوه انت ايوه انت اخس يا حبيبي كده برضه. لعلمك يا منير ولعلمك وانا بقول قدام رحمه اهي معشراني العمر كله. عمرها ما شافتني بقسو على حد. ما هو اللي كان عايز يعمل كده. انت كنت عايز تعمل ايه؟ كنت عايز تشككني في جوزي يا حبيبي اللي ماليش حد في الدنيا غيره وتخليني اشك انه بيخوني. انا ايوه ما قلت لك بالشلوط دلوقتي في حلق بقك كنت واقف. بس يا حبيبي فاهم انت؟ لعلمك انا عمري في حياتي ولا كنت اتخيل ان انا اطرد حد من بيتي، لكن انت بالذات يا شيطان يا حاقد لازم اطردك من بيتي. بعد اذنك انا بعد اذنك اطرده. يا حبيبي بعد اذنك ايوه اطرده، مش عايزين نشوف خلقتهم خالص ومن غير زعل. لا انا هطردك يالا. اتفضل تعالى حسين. ايوه اتفضل اتوكل على الله. بالراحه بس. اطلع من بيتي. بالراحه عليا. اطلع من بيتي. انت ايه اللي بتعمله ده؟ بعدين هبقى اكلمك في التليفون. يلا توكل على الله. يعني مش هتديني بكف ايدك؟ وانا ليا عندي كف ايدي. يلا توكل على الله. توكل على الله. غار الشر. صدقتي بقى يا بنت الحسب والنسب انك كنت ظلماني؟ طول عمري مظلوم وانا معديها. صدقتي يا رحمه؟ صدقتي؟ انا اسفه يا حسين بجد صدقني. اسفه بعد ايه؟ بعد ايه يا رحمه اسفه؟ هنسى ازاي نظره الشك اللي كنت طول عمرك تبصها لي؟ انت جرحتيني يا رحمه جرح غائر لا يمكن يلتئم. لا يمكن يلتئم. لا يمكن يلتئم. انا اسفه سامحني بجد. انا مش عارفه اعمل لك ايه بس ولا تعملي حاجه خلاص. من فضلك يا حسين ارجوك اديني فرصه اخيره من فضلك سامحني. اسامحك ازاي؟ اسامحك ازاي وانا كل يوم كنت بتهان منك ومن نظره منك؟ سيبيني يا رحمه. انا محتاج اقعد مع نفسي في اوضه ضلمه والطب بشبشب على خدودي. انا محتاج ان انا اعيد حساباتي من الاول وجديد. يا نكمل يا نطلع على جمصه. جمصه عشان بس تعرفي يا هيرو ان انا بحبك، جايبه لك كل حاجه بتحبيها، موز وبرتقال وتفاح. اجيب لك كاكا؟ كاكا ايه؟ ايه ده؟ قاعده مع الاعداء بتخوني الوطن، قاعده معاهم وبتاكلي وعلى السفره بتاعتنا. يا ماما اسمعيني يا ماما، الامور ما بتتاخدش بالطريقه دي. اما تتاخد ازاي؟ تتاخد بقى له طريقه. اللي زي دي تتلم كده كلها وتترمي بره مع الباسكت بتاع الزباله. ما تقعدش معانا هنا. تعالي ماما، وبتاكل من اكلنا وبتاكل من خيرنا. معلش يا ماما تعالي افهمك يا ماما. يا ماما يا حبيبتي احنا لازم نكسبها في صفنا. نكسبها في صفنا ليه؟ عشان تساعدنا في الخطط والتكتيكات اللي احنا بنعملها. تكتيكات ضد مين؟ ماما ركزي معايا. في ايه؟ نهار ابيض، هي دايما كده بتصحى مش مركزه، مش عارفه في ايه. ماما نعمل ايه؟ طب ما انا مش فاهمه. هي دلوقتي بقت في صفنا، هي مش معاهم ما تقلقيش. بقت معانا احنا ضد الاعداء الاصليين. ايوه يعني عميله مزدوجه. الحمد لله يا رب، عميله مزدوجه. ايوه دبل مينينج يعني. الله يا ماما يا مثقفه يا جميله يا قاريه. برافو عليكي. وجنتيها؟ جنتها وظبطت كل حاجه. طيب دي مش هيكفيها طبق الفاكهه ده بس؟ هنتصرف. لمي بقى الزبادي اللي في التلاجة والاكل والطبيخ وشدي حيلك بقى. حاضر. فين ابوكي؟ مريح جوه شويه. مريح؟ الهي ما يرتاح، الهي ما يهداله بدن يا رب. انا داخلاله. ماشي يا ماما. وانت ركزي معاها، راقبيها كويس، خلي بالك كله راقبيها. كنترول. حلو. بصي بقى ركزي بقى. حلو بقى، هو جامد بصراحه. بصي انا كلمت لك دكتور في كليه اقتصاد وعلوم سياسيه عشان يجيب لنا كده شويه كتب عشان نقرا في السياسه كده ونفهم. انا عايزاكي تبقي في السياسه قرد، عايزين نكتسحها في الحزب. ايوه يا هيرو، انا عايزه امسحها مسح. همسحها لك من على الارض. انت عارفه يا جميله انا يعني ليه بقف جنبك كده وبساعدك؟ ليه؟ عشان اخد طري من اكمل يا جميله. ده انا بنت خالته من سنين رايحه جايه قصاده، اللي عمره ما فكر يقول لي كلمه حلوه ولا حتى يتحرش بيا، مع اني يعني امتلك الماتيريال. هيرو لفي لي كده بروته كده في مكانك. بس لا اصبري التنوره ده انا صارفه. خلاص يا هيرو هتطيرينا. اوكي انا اسفه انا غلطانه. بصي يا هيرو اقول لك على حاجه يعني، وانا عايزاكي تبقي مزه. صعب يا جماعه، نضحك على بعض ما ينفعش.
لا ما تخافيش، سيبي الموضوع ده عليا. مفيش حاجه في الدنيا دي صعبه. بس انا هخليكي موزه وانتي تركزي معايا الفتره اللي جايه في موضوع السياسه ده لحد ما ابقى محنكه سياسيا. لحد ما تبقي ايه يا جميله؟ محنكه سياسيا. محنكه؟ لا ده موضوعك بقى في الكلام ده. مش انا كنت عايزه بس ايه اسمعيني كويس، مش عايز ولا كلمه. ماشي، ايه في ايه؟ اسمعي الكلام اللي بقولك عليه عشان هقولك على سر خطير. قول يا سيدي. هيروشيما هتورث 5 مليون دولار. دي كذبه من اكاذيبك المعتاده اللولبيه. لا ابدا مش كذبه ولا حاجه، بس انا ما رضيتش اقولك علشان ما تفضحنيش، وبعدين انت ما بيتبلش في بقك فوله. لا انا محتاجه افهم بقى. امال انت فاكره انا اتجوزتها ليه؟ عشان خاطر سواد عيونها؟ انا عرفت بالصدفه من الاستاذ حسين ان ابو هيروشيما ساب لها 5 مليون دولار، وانت عارفه بقى دلوقتي الدولار في السوق يساوي كام؟ يعمل كتير قوي. امال انت فاكره رحمه ليه كانت هتموت عشان تجوزها الاكمل، وعشان كده ما كانتش طايقه بنتنا جميله. اسمعي، هيروشيما حلوه؟ لا. جميله؟ لا. فيها انوثه؟ لا. امال ليه رحمه متبته فيها وعايزه تجوزها للواد عشان تاخد منها الفلوس؟ قمت انا لقطت الخيط واتجوزتها. يعني ايه؟ يعني ناخد القرشينات بقى نعيش يومين زي الناس ما هم عايشين. بس المصديه دي اللي عامله زي عربيه الكبده لا باين عليها ملايين ولا ملاليم. ما هي ما تعرفش، حسين ورحمه مخبين عنها، وانا ما رضيتش اقول لها لحد اما تقرب مني وتطمن لي، وبعدين امضيها على كل الاوراق اللي انا عايز تمضي عليها، وتكتب لي توكيل بكل قضاياها الخاصه. بقى هي دي الحكايه بقى بتاعت قبل النوم؟ لا مش قبل النوم ولا حاجه، بس انت عشان نحقق الحكايه دي لازم تساعديني. واساعدك ازاي ان شاء الله؟ يعني تخليها تقرب مني اكتر وتحبني اكتر وتطمن لي اكتر، وبكده نقدر ناخد الفلوس منها. يعني لازم نلجمها ونحوط عليها عشان نعرف ناكل دماغها. بسيطه دي. انا هخرج دلوقتي واقول لها ان انا ضربتك علقه جامده جدا. ده ايه ضربتني؟ معلش يا ستي، ما احنا قلنا هنتفق انت هتساعديني. دول 5 مليون دولار. ضربتك، كسرت وشك، وان انا ما فيش في حياتي غير هيروشيما. وهي الحب الوحيد في حياتي، وانت بقى تظهري قدامها بمظهر المقهوره المكسوره ومضروبه ومقهوره. مغلوبه على امري. ومغلوبه على امرك لحد اما ناخد منها كل اللي احنا عايزينه. يعني المصديه المقشفه دي عربيه البطاطا هتقبض 5 مليون دولار. فين العدو؟ طيب يا حبيبي، لو عايزني بقى اساعدك واعمل فيها مضروبه ومغلوبه على امري واعمل فيها موافقه، اكتب لي نص المبلغ من دلوقتي.